لما ري رجع يدخل الزنزانة تاني وضح حاجة واحدة بس، وهي إنه لسه مش قادر يمتص قوة شيطان الجمجمة، فعشان كده قرر يبدأ بالعفاريت الصغيرة، ضربة واحدة بس بالسيف، وخد مهارة إبرة الجليد. وبعدها حول العفريت وهو بيزعق لفحمة باستخدام كرة نار. العفريت التاني خاف، بس شيطان الجمجمة رجعه تاني للمدينة، وده اضطر ري إنه يقتله مرة ورا مرة عشان يجمع مستويات كفاية تخليه يعيش. نقطة التحول الحقيقية بقى لما ري وصل للمستوى 30 وفتح خاصية دمج المهارات. بخطوة خطيرة دمج إبرة الجليد مع كرة النار، وطلع هجوم جديد اسمه رمح النار. الهجوم ده اخترق حاجز الطاقة بتاع شيطان الجمجمة، وسمح لري يكسر دفاعه، وبضربة واحدة سرق دفاعات الشيطان نفسها، وبعدها مباشرة سرق تقوية الجسد القصوى بعد ما الشيطان مات. حجر طاقة أخضر ضخم وقع، وري قفز للمستوى 33 في يوم واحد بس من فترة قريبة ما كانش كده. كوراساكي كي العبقري ثنائي اللون المعروف بلقب الملك البنفسجي، وفي ظله كان واقف أخوه الكبير بطلنا ري، عديم اللون ومن غير أي طاقة سحرية. ري كان متمسك بالأمل وبيشتغل حمال في فريق أخوه، لحد ما واجهه زعيم زنزانة اسمه كرونس، هو زعيم الزمن والمكان. بحركة إيد واحدة بس كرونس مسح الفريق كله من الوجود بما فيهم كي، وهو متحاصر وبيواجه الموت المؤكد. يأس ري فتح قوة محرمة مختومة اسمها امتصاص المهارات، وفي آخر تحدي سرق قدرة تشويه الواقع من كرونوس نفسه والإعادة. موجة القوة اللي جاية من الخوف والندم ما رجعتش اللحظة بس، دي رجعت ري نفسه عبر الزمن، وصحي بعد سنين في الماضي ومعاه قوة مسروقة من زعيم وعزيمة مولعة. المرة دي هو اللي هيسيطر على مصيره. ري كان مصدوم، ولما بص من الشباك اكتشف حاجة أصدم. القلعة المقلوبة لسه بيضة مع إنها المفروض تكون سودة. واضح إن القلعة كانت بيضة خالص لحد من 7 سنين، وبعدين بدأت تسود واحدة واحدة، ولما اسودت تماما الباب اللي خرج منه كرونوس اتفتح. ساعتها ري فهم إنه سرق قدرة الإعادة من كرونوس وبعتها لنفسه في الماضي. مسك موبايله يتأكد من التاريخ واكتشف إنه رجع 7 سنين ورا. بفضول فتح نافذة الحالة بتاعته عشان يشوف مهاراته، واتصدم أكتر لما لقى إن مهارة الإعادة اختفت، بس مهارة امتصاص المهارات لسه موجودة. ومع إن الإعادة راحت، ري كان فرحان باللي معاه، لأنه 10 سنين كان نفسه بس في مهارة واحدة، ودلوقتي حس إنه أخيرا اكتمل. في اللحظة دي تذكير الموبايل رن، بيفكروا إن النهاردة يوم اختبار الصحراء. ري يتحرك لمقر رابطة الصحراء اللي مسؤولة عن شؤون الصحراء وغزوات الزنزانات. دخل المقر اللي باين عليه جديد، ولسه هيلتقط نفسه سمع حد بيناديه من ورا، بيقول له يا عديم اللون. لف لقى جوتو وآو، وهما الاتنين تابعين لأخوه، وهم نفسهم اللي ماتوا في غرفة كرونوس. بدأوا يسخروا منه عشان جاي يمتحن تاني، وقالوا له مهما حاول عمره ما هيبقى حاجة غير عديم اللون. في الحقيقة دي مش أول مرة ري يمتحن، بس كان بيرفض يستسلم. من غير لعب زق ايديهم وقال لهم يبعدوا عنه، وبعدها لقى نفسه قدام مكتب الممتحنة هيناتا راينر، ساحرة من الرتبة بي. حتى هيناتا كانت زهقانة من كتر ما شافته، وقالت له انه كده هيودي نفسه للهلاك. ري أكد لها ان المرة دي مختلفة، وما كانش قدامها حل غير انها ترافقه لمكان الاختبار. وبما انه امتحن قبل كده كتير كذا مرة محتاجتش شرح. المطلوب كان يجمع 3 أحجار طاقة من الغيلان الصغيرة. اللي عنده مهارة ده بيبقى سهل عليه، بس ري دايما كان بيعاني. اللي حصل بقى ان في نفس اليوم ده ظهر وحش مرعب في زنزانة المستوى الأول، وده شيء مستحيل. زي ما ري كان متوقع، الوحش ظهر من بعيد بشكل مخيف، واتضح انه غول قبعة حمراء من مستوى 37. هيناتا اتصدمت وفضلت تسأل ازاي وحش خطير كده موجود هنا. طلعت سيفها وقالت لري يجري بسرعة وهي هتحميه، بس ري كان عارف ان فرق القوة مهول. قبل ما يرجع بالزمن، هيناتا خسرت قدام الوحش عشان كانت بتحمي ري، واتضربت لحد ما اضطرت تعتزل السحر. وري كان بيلوم نفسه لأن مستقبله اتدمر بسبب ضعفه. المرة دي قرر يغير كل حاجة، طلع سيفه القصير، ولما الوحش اندفع رماه عليه. الغول كان عنده مهارة بتقوي جسمه، وفعلا صد السيف بكل سهولة. كمل اندفاعه وري ضربه بقبضة ايده في دماغه. الغول اتعصب وكان لسه هيعاقبه، بس ساعتها قوة ري سرقت مهارة تقوية الجسد منه، وده زود قوة ري البدنية. الغول وقف مذهول مش فاهم ليه حاسس بالضعف، وقبل ما يستوعب ري شقه نصين من فوق لتحت. هيناتا اتجمدت من الصدمة لما شافت ري بيهزم غول قبعة حمراء بضربة واحدة، وري نفسه كان مبهور بقدرة امتصاص المهارات. كان تايه من الفرحة لحد ما هيناتا فوقته وسألته عمل كده ازاي. ري خاف يقول ان عنده مهارات سوداء،
فقال لها إنه مجرد حظ. هيناتا صرخت فيه لما فهمت إن الاختبار لازم يتلغي بسبب ظهور وحش مختلف، وقالت له لازم يبلغوا المقر. ري قلق على نفسه وفكرها إنه لسه ناقصه حجرين طاقة، بس هيناتا بتزعقله وبتقوله إنه في وضع غلط خالص وما ينفعش يفكر في أحجار الطاقة لأن الموضوع خطير. وفي نفس اللحظة القدر بيلعب لعبته وبيظهر غولين عاديين من بعيد، وري بسرعة بيقضي عليهم وبيقطع راسهم، وده بيصدم هيناتا أكتر وبيخلي بقها مفتوح من الدهشة. بعدها ري بيلم أحجار الطاقة اللي وقعت من الغيلان وبيسألها لو مسموح إنه ياخدهم. هيناتا بتبقى مصدومة لدرجة إنها مش قادرة ترد، وبعد شوية بيرجعوا المقر. وبعد وقت قصير هيناتا بتظهر ومعاها رخصة الساحر بتاعت ري، وبيكون اتمنح رسميا لقب ساحر واتحط في الرتبة سي. ري بيمسك الرخصة وبيطلع ابتسامة صغيرة لأنه أخد وقت طويل قوي عشان يوصل للنقطة دي. وهيناتا كمان بتشرح له تفاصيل تبادل أحجار الطاقة اللي جمعها، وبيطلع إن أحجار الطاقة مصدر طاقة مهم وما بيطلعش ثاني أكسيد الكربون، وكمان غير إنها مصدر طاقة ممكن تتباع للرابطة. ري بيعتقد إن هزيمة الغول القبعة الحمراء اللي رتبته عالية هتديه مكافأة كويسة، ولما بيبص على تفاصيل المكافأة بيبقى بالكاد هيصرخ من الصدمة من كبر المبلغ. هزيمة الغيلان جابت له 1000 بس، لكن الغول القبعة الحمراء لوحده جاب له 3 مليون. هيناتا بتطلب منه ما يتهيأش قوي وبتفكره إنه هزم غول قبعة حمراء. ري لسه متفاجئ لأنه ما كانش يعرف إن السحرة بيكسبوا فلوس بالكم ده، وهيناتا بتقول إنه ممكن يكسب أكتر من كده، وده بيخليه يسألها بفضول عن الزنزانات. وبعد كلامه معاها ري بيروح لزنزانة من الرتبة سي بتكون محجوزة باسمه، وبيفضل مبهور لأنه في الماضي ما كانش يقدر يدخل زنزانة واحدة، بس بقوته الجديدة بقى مقتنع إنه يقدر يغير المستقبل. وقبل ما يدخل الزنزانة حد فجأة بيمسكه بمهارة اسمها يد الطاقة. ري بيلف بغضب وبيتفاجئ إنه ممسوك من جوتو وأوينك، الاتنين بيسخروا منه عشان داخل زنزانة لوحده وبيقولوله إن ده ضد القوانين. ري بوش ساخر بيقول لهم إنه مسموح له يدخل عشان نجح في اختبار السحرة. هم بيتفاجئوا وبيفتكروا إنه كذاب مزمن. جوتو بيقرب منه وبيضغط على راسه بإيد الطاقة وبيقول له يوريهم مهاراته لو فعلا اتفعلت، وبتطلع يد الطاقة مهارة بتضغط الطاقة السحرية وتحولها لقوة مادية. وحتى مع تقوية الجسد القصوى ري بيدرك إنه مش قادر يفلت، بس هو مش من النوع اللي بيستسلم وبيضرب جوتو بنطة رأس. جوتو بيترنح لورا وفي نفس اللحظة ري بيسرق مهارة يد الطاقة منه، وبكده اليد اللي كانت ماسكاه بتتعطل وبيطلع من جسمه هالة زرقاء قوية بتصدم جوتو وأوينك. ري ما بيضيعش أي وقت وبيستخدم يد الطاقة وبيمسك جوتو وبيجبره إنه يعترف إنه فعلا اتفعلت قدرته. أوينك بيرفض يعترف وبيهاجمه بكرة نار. ري بيفعل مهارة التقوية وبيقطع الهجوم الناري وبيصدم أوينك، وهو لسه بيحاول يفهم اللي حصل ري بيوصل له بضربة بترميه في آخر المكان. جوتو بيتصدم لما بيشوف ري كمان بيستخدم تقوية الجسد، وأوينك وهو بيتألم بيسأل ري لو بقى ساحر ثنائي اللون. ري بيرد ببساطة وبيقول لأ، وفي اللحظة دي مهارة الامتصاص كمان بتسرق مهارة كرة النار من أوينك وبتضيف لون جديد لقائمة مهاراته. فك أوينك بيقرب يقع من الصدمة لأنه عمره ما شاف ولا سمع عن ساحر ب3 ألوان. ري بيوريهم قد إيه هو خطير لما بيرمي كرة نار عليه وبيخليه يقرب يعملها على نفسه من الرعب. وبعدين ري بيسألهم لو لسه عايزين يتخانقوا. الاتنين بيبصوا لبعض بخوف وبيجروا ويهربوا. بعد ما بيشوفوا ري بيفهم إن كاي مش هيكون مبسوط لو عرف اللي حصل، لأنه كان دايما كلبه المطيع، ولو عرف إن ري اتفعلت قدرته هيجي يدوس على وشه. كاي بالفعل واصل لمستوى 50، وده مخليه واحد من أقوى السحرة في العصر الحديث. وكمان ري بيفتكر الزنزانة المرعبة اللي هتتفتح قريب، وبيعرف إنه لازم يستعد للمشاكل اللي جاية. ري عارف إنه لازم يعلي مستواه على قد ما يقدر ويدخل الزنزانة، وبيطلع إن المستوى هو أساس القوة، وإن رفع المستوى بيسمح للساحر يتعلم مهارات جديدة وبيزود مخزون الطاقة السحرية وكمية الطاقة اللي يقدر يتحكم فيها في نفس الوقت. ري بيتمشى جوه الزنزانة وفجأة ساحر ناري مستوى 38 بيهجم عليه، وحواليه كرات نار كتير، وده بيخوف ري لأنه بالكاد يقدر يعمل كرة نار واحدة. الساحر ده قادر يعمل كده بسبب فرق المستوى الكبير. الساحر بيرمي كرات النار وري بيقدر يصد واحدة بس، وبيضطر يتحرك عشان يتفادى الباقي. ري بيفهم إنه مش هيقدر يهزمه مواجهة مباشرة، بس في حاجة ثابتة وهي إن بعد استخدام أي مهارة بيبقى فيه ثغرة، وري ما بيضيعش الفرصة وبيجري عليه بسرعة كبيرة. وحتى لو الثغرة ثانيتين بس الساحر بيبقى
بيبقى عاجز تماما. وفي اللحظة دي راي بيوجه له لكمة قوية بتطيره وبيسرق مهارة كرة النار منه. الساحر بيقع على الأرض، ولما بيحاول يهاجم بيكتشف إنه بقى بلا قوة. راي بيدوقه من نفس الكاس وبيحدف عليه 5 كرات نار وبيغرقه بقوة نارية مهولة بتدمره تماما. وبعد ما الساحر بيموت إشعارات بتيجي الراي بتقوله إنه رفع مستوى، وبيلاحظ إن هزيمة وحوش أعلى مستوى بتدي نقاط خبرة ضخمة. ورغم صعوبة الوحوش العالية الرتبة، راي بيفهم إن مهارة الامتصاص مدياله أفضلية. راي بيبص على نافذة حالته وبيلاقي نفسه وصل لمستوى 12، وبكده بيحط لنفسه هدف وهو إنه يوصل لمستوى 30. وبيبدأ يقطع في الزنزانة وبيبيد الوحوش يمين وشمال، وفي وقت قصير بيوصل للمستوى 37. بس بيحس إن السرعة بتقل عشان رفع المستوى بيبقى أصعب. راي بيدرك إنه عشان يوصل ل30 لازم يهزم خصوم أعلى مستوى، وبيتحرك لأعمق جزء في الزنزانة وبيوصل لغرفة الزعيم وبيفرح لأن ده بالظبط اللي محتاجه. راي بيفتح الباب بعنف، ولما بيدخل بيلاقي عفريتين مستوى 30 وشيطان جمجمة مستوى 45. راي بياخد حذره أول ما بيشوفهم، بس بيفكر إن سرقة مهاراتهم هتديله الأفضلية. راي بيندفع ناحية شيطان الجمجمة عشان يضربه، بس بيتفاجأ بحاجز طاقة سحرية حوالين الوحش بيمنعه من تفعيل مهارة الامتصاص. وشيطان الجمجمة بيصعبها أكتر لما بيندفع عليه وبيكاد يقطع راسه، بس راي بيقدر يفلت بسرعة. ومع الاندفاع المفاجئ للطاقة راي بيفهم إنه لازم يعمل حاجة ذكية، وبما إنه مش قادر يمتص شيطان الجمجمة دلوقتي بيقرر يهاجم العفاريت وبيقتل واحد منهم وبيسرق مهارة إبرة الجليد، وبعدين بيشويه بكرة نار. العفريت التاني بيشوف صاحبه اتحول لزينة نار وبيخاف يتحرك، وبعد ما راي بيبقى معاه إبرة الجليد بيركز على شيطان الجمجمة وبيضربه بيها وبيكسر حاجز الطاقة. لكن العفريت المقتول بيتعاد استدعائه فورا بقوة شيطان الجمجمة. ورغم الضغط الزيادة راي مش بيشتكي، لأن قتل العفاريت بيديله خبرة وهو محتاج ده، وبيقتله تاني وبيطلعه مستوى جديد. ومع رفع المستوى كمية الطاقة اللي يقدر يتحكم فيها بتزيد، وكمان بيفتح قدرة جديدة اسمها دمج المهارات. راي بيرتاح لما بيشوفها لأنها بالظبط اللي كان عايزه. ومن غير تضييع وقت بيجمع إبرة الجليد مع كرة النار وبيطلع رمح النار وبيرميه على شيطان الجمجمة، وشيطان الجمجمة بيحط حاجز الطاقة كعادته، بس رمح النار بيضعفه وبيخلي راي يقدر يكسره ويوصل له بلكمته. بيضرب شيطان الجمجمة وبيقدر راي يسرق حاجز الطاقة منه، بس ما بيقفش عند كده، كمان بيمتص تقوية الجسد القصوى منه، وده بيخلي شيطان الجمجمة محتار تماما وعاجز. بعد كده راي بينهيه بلا رحمة وبيدفع رمح النار في صدره عشان يغرقه في النار، وبعدها بيقع حجر طاقة ضخم أخضر بعد ما قضى على شيطان الجمجمة، وبيقفز من مستوى 28 لمستوى 33 وبياخد نفس عميق من الراحة بعد ما هزم الوحش القوي بفضل قدرة دمج المهارات. وبيطلع إن دي تقنية متقدمة معمولة لعمل مهارات أقوى ومتاحة تقريبا من مستوى 30، وده اللي كان بيأمله راي، وفرح إنه قدر ينفذها في الوقت المناسب. وبيتبسط راي بلحظة انتصاره لما النظام بيبلغه إنه وصل للمستوى المطلوب، وإن عدد المهارات اللي يقدر يحتفظ بيها من خلال مهارة الامتصاص زاد أكتر، وبقوا سلات المهارات 5 بدل 3. وبيبتسم راي عشان عارف إن الأمور هتبقى أسهل عليه. وبعد ما بيخلص مراجعة كل اللي محتاجه بيطلع من الزنزانة وبيتجه للمقر عشان يسلم حجر الطاقة الأخضر. وبتهتز هيناتا لما بتكتشف إن راي هزم شيطان الجمجمة ووصل مستوى 33 في يوم واحد بس. وبيبتسم راي بتوتر وبيقول إنه كان بس محظوظ، لكن هيناتا بتقوله إن ده شيء غير مسبوق تعدي مستوى 30 في يوم واحد، وبتقوله كمان إن بمستواه الحالي ممكن يبقى ساحر من الرتبة بي. وفي اللحظة دي بيسمع راي صوت مألوف وراه ومعاه هالة مخيفة، والصوت ده ما بيبقاش حد غير أخوه كي. وكي بيعتقد إن في غلط لأن مستحيل راي يبقى رتبة بي، وكي بيضيف إن راي شخص عديم اللون وما عندوش موهبة خالص. لكن وقتها هيناتا بتدافع عن راي وبتقوله إنه فعلا هزم غول القبعة الحمراء وشيطان الجمجمة. ولما كي بيسمع ده بيفقد السيطرة وبيهاجم راي على طول، بيرمي لكمة قوية في صدره، وكي بيصدها بسهولة بالمانوغارد الجديد وهو مبتسم وبيقوله ياخد باله كويس. وبقدرة راي على صد لكمة كي بيصدق إشاعة إن أخوه اتفعلت عنده مهارات، بس كي مش متأثر خالص وبيقوله يراقب ظهره عشان يشوف قوته. وهيناتا بتلاحظ إن كي بيتصرف باستهتار وبتسأله لو مستعد للقتال. كي بيقول مفيش مشكلة لو راي فعلا رتبة بي زي ما بيقولوا يعني، إلا لو كان ساحر مزيف تسلل للرتبة بي.
وري بيعرف إن رفض مطالب كي هيوقعه في إحراج ومشاكل مستقبلية، وبيقرر يقبل تحدي كي، وده بيصدم كي وفي نفس الوقت بيغضبه. بعد كده الاتنين بيتجهوا لساحة المقر عشان يحلوا خلافهم، وري بيعرف إنه لازم يكون حذر بالنسبة لكمية الطاقة اللي يقدر يتحكم فيها لأن خصمه أقوى منه، وبيعرف كمان إنه لازم يكون صاحي طول الوقت لأن الحد الأقصى للكومبو بتاعه 3 مهارات أساسية بينما كي 5 مهارات. وبالأرقام دي بس ري متأكد إنه هيخسر لو حاول يقاتله مواجهة مباشرة، وبيفكر إنه لازم يجيب حاجة مميزة. وبما إنهم مستعدين للقتال ري بيهاجم بإبر الجليد وكي بيرد بكرات النار، والهجومين بيتصادموا في النص وبيعملوا انفجار عالي وسحاب التراب، وده بيعمل رؤية كي. وقبل ما يعرف ري بيوصله بتقوية الجسد وبيصدمه، وكي بيتفاجأ لما بيشوف أخوه بقى ساحر ثنائي اللون. ومن الناحية التانية ري بيحسب كمية المانا المتبقية لكي، ولما بيقرب منه بيفعل دمج المهارات عشان يعمل رمح النار، وكي بيتفاجأ لكنه بيكتشف ان اخوه دلوقتي يقدر يستخدم 3 مهارات لونية لكنه مش قلقان خالص. ولما ري بيقرب منه بيسلمه كي بكرة نار قوية بتدمر رمح النار وبترميه على الارض بقوة، ووش ري بيتجمد من الرعب لان رمح النار اللي خد 2 مهارتين مانا اتدمر بسهولة. وكي بيستهزئ بيه وبيقوله ممكن تستخدم 3 ألوان مهارة لكن مش هتقدر تقارنهم معايا لان مستوى مختلف تماما. وبيدخل في تحدي ري بكرات نار قاتلة، وري بيضطر يجري حواليه عشان يتفادى الكرات وفي نفس الوقت يصنع رمح نار وبيطلقه على كي، لكن كي بيرد بكرة النار العادية. كرة النار بتاعت كي بتخترق وبتروح على ري لكنه بيرفع حاجز الطاقة، لكن الحاجز مش قد قوة كي وبيتحطم وبيرمي ري على الأرض تاني. وكي بيقرب منه وبيقوله يحني راسه احتراما وهينسى كل اللي حصل. عايز ري يعترف انه اضعف منه، وري جوه قلبه عارف انه مش هيقدر يكسب ضد كي بالخطوات الصغيرة دي، لكنه مش مستسلم لانه عايش زي العبد دايما. وبالعزيمة انه يعمل اسمه بيقف وبيصرخ في كي انه عمره ما هيحني راسه ليه، وكي بيغضب وبيقوله ممكن يضطر يقتله. وكي بيفعل مهارة اوفرلوك اللي بتستهلك كمية كبيرة من المانا لكنها بتضاعف كمية الطاقة اللي يقدر يتحكم فيها مرة واحدة. ومع الأوفرلوك كي بيقدر يعمل كرات نار كتير، وبيقول لري إنه هيشوف قوة الملك هجوم 10 ضربات. وري بيخاف لما بيشوف ده لأنه عارف إن القوة دي حركة لا نهائية لكي. وري بيقفز اتجاه كي وكي بيستفزه وبيسأله لو فاكر إنه هيقدر يتفادى الهجوم في الهواء. وري بيلاقي نفسه بيتعامل مع كرات النار لكنه بيفعل يد الطاقة وبيصدم كي لأنه مش متوقع مهارة تانية. وري بيعرف مهما كانت قوة كي هو محكوم بفترة تبريد وبيقدر يتفادى كرات النار ويوصل لكي في الوقت المناسب. وري بيدي لكمة في وشه وبتكون ضربة تقيلة بترمي كي عبر الساحة، وبضربة واحدة بيسرق مهارة الأوفرلوك. وري بيكون مبسوط بالنتيجة لأنه قدر يسرقها. وري بيعتقد إنه فاز لكن كي بيقف تاني وشه مشوه وبيهدده بالقتل. وفجأة كي بيطلع مهارة رمح الشيطان وبيصدم ري لأنه مش متوقع إنه تعلمها ودي أقوى مهارة ليه. وري بيتابع الرمح وهو جاي عليه لكنه بيقدر يتحرك ويبتعد عنه. وري بيضطر يعترف إن سرعة الرمح مش طبيعية. وري بيلاحظ إنه قدر يضرب كي لأنه كان مستهتر، بس دلوقتي كي أخد الموضوع بجد. وري بيجري حوالين الساحة لأن مستوى القوة بينه وبين كي ارتفع بشكل كبير، وحتى مع الدمار اللي سببوه في الساحة كي ما خلصش. وري بيحاول يرد برمح النار لكن كي بيغلب مهارته برمح الشيطان، والموجة من الانفجار بترمي ري في الحيطة وبيزعق لما بيضرب الحيطة. وكي بيستفزه وبيقوله ده بالظبط سبب لقب الملك البنفسجي. وري مضطر يعترف ان كي فعلا صح لأن رمح الشيطان من أقوى المهارات. وكي بيقف فوق ري تاني وبيقوله ما تتعالاش بس عشان تقدر تستخدم عدة مهارات. وري بيعترف انه مش قدام كي في وضعه الحالي، بس فجأة بيفهم اللعبة هتتغير لو قدر يلاقي إمكانية المهارة البنفسجية. قبل القتال الحد الأقصى لدمج المهارات كان لونين، لكن ري بيغير اللعبة تماما، بيفعل مهارة الأوفرلوك. وكي بيتصدم لما بيشوف ان اخوه بيفعل الاوفرلوك كأنها حاجة بسيطة، ونتيجة الاوفرلوك ساعة المانا بتزيد تلقائيا وبيفتح مهارة دمج المهارات. وري بيبتسم لما بيكتشف انه ضرب الجوكر، لكن كي قلق لانه مش عارف خطة ري المظلمة. وفجأة ري بيعمل حاجة محدش عملها قبل كده، وهي دمج 3 ألوان مع بعض. ري بيضيف اللون الأحمر للون الأزرق وبيكملوا باللون الأصفر، وفي الآخر بيحولوا المانا سوداء وبيسيب فم كي مفتوح من الصدمة. الألوان المتاحة هي الأحمر والأصفر والأزرق. ري دايما اتقاله إنه ملوش ميل للألوان ال3 دي، لكن الحقيقة كلها غلط.
ري نوع نادر ومختلف تماما وساحر مظلم محدش شايفه في تاريخ الصحراء، ومع دمج الألوان الثلاثة ري بيعمل لهب الهاوية اللي شكله قاتل، والخوف بيسيطر على كاي وبيطلق رمح الشيطان على ري وهو بيزعق ابعد عنه. ري بيشوف الرمح وبيقذف كرة اللهب من الهاوية عليه وبيدمره في لحظة، وبعد ما بيخلص رمح الشيطان ري بيجري على كاي وهو بيجهز كرة نار جديدة، وكاي مش مستسلم بيستدعي رمح شيطان ضخم تاني للتحضير لهجومه. كاي بيطلق الرمح وري بيواجهه في النص بكرة نار، كرة النار بتغلب وتمتص الرمح وبتعمل انفجار كبير بيرمي كاي أرضا، وري مش مصدق عينيه لما بيقع على الأرض مذهول إنه فاز على كاي، والنظام بيبلغه إنه حصل على لهب الهاوية بفضل دمج المهارات. وبعد شوية هيناتا بتقرب من ري مذهولة وبتسأله انت استخدمت اي نوع مهارة دلوقتي؟ ري بيقلق جدا عشان عارف انه مش هيقدر يستخبى على قوته ومهارته على طول، بيبقى هادي الشكل وبيبين مهارته، بيقول انها مهارة سوداء، وده بيصدم هيناتا جدا لانها اول مرة تشوف حد عنده مهارة سوداء. ري بيسألها إذا كان لازم يبلغ النقابة عن نوع مهارته ولا لأ، لأنه عايز يحتفظ بالموضوع بينهم. هيناتا بتتفاجأ وبتقوله إنه بيضيع فرصة، ري بيستغرب وبيقول لها أي فرصة دي؟ هيناتا بتفكره إنه أقوى ساحر في كل لون بياخد لقب ملك، وده يعني إنه ممكن يبقى الملك الأسود لأنه مفيش حد تاني. ري بيبص في الموضوع كويس وبالرغم من الإغراء بيقول لها في الوقت الحالي إنه مش عايز. ري عارف إنه لسه ضعيف ومش مناسب يبقى ملك. فجأة بيفتكر أخوه لسه فاقد وعيه في الساحة وبيسأل هيناتا إذا كان هيكون كويس. هيناتا بتقوله إن كاي واحد من الملوك ومتأكدة إنه هيتعافى قريب رغم إصاباته الحرجة، ومع ذلك هيناتا ناوية تاخده على أوضة العلاج. فجأة بيجيلهم إشعار طارئ على الموبايل وبيشوف إن في زنزانة ظهرت في المدخل الغربي لحديقة إيكابوكورو والمستوى الموصى بيه للدخول هو 70. هيناتا بتتفاجأ وري كان متوقع ده لأنه عارف إنه حصل في حياته السابقة. الزنزانة مستوى 70 ومعظم الملوك لسه مستوى 50، وفي أول أسبوع من ظهور الزنزانة الملوك بيكتشفوا قد إيه كانوا ضعاف، وعلشان كده سابوا زنزانة إيكابوكورو، لكن من غير ما يعرفوا دي كانت بداية المأساة. الزنزانة انهارت لأن المفروض تتغلب على الزنزانة في وقت محدد وإلا الوحوش هتخرج. زنزانة إيكابوكورو كانت أول زنزانة يحصل فيها خروج الوحوش. ظهور الوحوش عمل وفيات كتير ومدينة طوكيو اتغمرت بالوحوش، وناس كتير ماتت بسبب العدد المرعب للوحوش اللي هجمت الشوارع، لكن ري مستعد يمنع المأساة من تكرار نفسها مهما حصل. هيناتا كادت تفقد توازنها لما ري قال لها عن خطته لغزو الزنزانة. هيناتا بتحاول تقول له قد إيه الزنزانة خطيرة حتى لو هو قوي، كمان بس ساحرين من الاي رانك مسموح لهم يدخلوا الزنزانة عشان المستوى الموصى بيه عالي جدا فوق 50. وبما ان في شوية وقت قبل تفشي الزنزانة ري بيأكد اذا كان امتحان الترقية الاي رانك لسه الاسبوع الجاي، وهيناتا بتقول له ايوه. بما ان كده ري بيقول لها ان خطته انه يترقى الاي رانك قبل الامتحان الجاي. هيناتا بتتفاجأ اكتر لكنها مش قادرة تنكر انه يقدر ينجح في الامتحان بمهارته، لكنها بتقول في مشكلة. ري بيسألها هي ايه؟ هيناتا بتقول له انه لازم يخلص زنزانة بي رانك مع فريق قبل ما يقدم امتحان اي رانك، يعني لازم يكون عنده فريق ويخلص زنزانة بي رانك. وري نسي الموضوع ده خالص. ري بيبص على التليفون وبيلاقي رسالة فاضية من الناس بيقولوا مفيش حد هيعمل فريق معاه بما انه لازم يخلص زنزانة بي رانك قبل نهاية الاسبوع. ري عارف انه موقف صعب لانه صعب يخلصها لوحده. ري بيقعد يفكر ازاي يخرج من الموقف الصعب ده. فجأة بيسمع شوية سحرة بيأدبوا زميلتهم على انها ضعيفة، وده بيزعل ري وبيفتكر انه دايما اتعاملوا معاه كانه عديم قيمة زي المنبوذ. اسم البنت كان ايشينو وزملائها مش مهتمين حتى بيسموها عبء. ري بيفتكر حاجة مهمة، بيكتشف ان ياي هتبقى الملكة القرمزية في المستقبل، لكنها دلوقتي مشهورة على انها ساحرة ضعيفة. رغم انها ضعيفة ري زعل من طريقة فريقها معاها. ياي بتحاول تقنع الفريق انها مش هتتركهم لانها محتاجة تدفع فاتورة علاج اختها، وبتوعدهم انها هتحاول احسن في المرة الجاية في الزنزانة. قائد الفريق بيقول لها هيكون مستني يشوفها في الغارة، لو عملت حاجة غلط هتطلع من الفريق. ياي بتوافق بتوتر. ياي وفريقها بيخرجوا عشان يواجهوا زنزانة. ري قلقان من انه ممكن يحصل حاجة وحشة، وري عارف ان ياي هتبقى الملكة القرمزية بعد سنين لكنها تعرضت لصعوبات كتير قبل كده. ري فاكر ان اليوم ده حصل فيه حادث. ياي اتصابت اصابة حرجة قادتها الغيبوبة سنين. ري بيستنتج ان الحادث ده ممكن يكون النهاردة رغم انه مش متأكد، لكنه شايف ياي غريبة التصرف. عشان يمنع اي حاجة تحصل لها ري بيقرر يتدخل. في نفس الوقت
دلوقتي ياي وفريقها واجهوا زعيم الزنزانة داهان، وحش مستوى 45. فجأة قائد الفريق بيعمل حاجة مجنونة وبيدفع ياي قدام الوحش عشان يستخدمها كطعم، وبيقول لها تقاتل الوحش لوحدها. ياي بتفكر انه مش هينفع لوحدها. قائد الفريق بيهددها بالخروج من الفريق لو ما قدرتش. وقتها ياي بتبقى مضطرة عشان علاج اختها. الفريق بيتفرج وهم مستمتعين، وهي ماشية للوحش وبتضربه بكرة نار. الكرة بتوصل لكن الوحش مش بيتحرك. ياي بتفزع لما بتكتشف انها ضربت بلا فايدة. فجأة داهان بيقفز ناحية ياي عشان يسحقها. السيف بيضرب قدامها وبيكسر الارض ويخليها تقع. الوحش بيكاد يقتلها لما ري بيظهر، وبمساعدة تعزيز جسمه بيصد الهجوم. ياي بتبقى متفاجئة لما بتشوف منقذ ظاهر قدامها. ري بيبذل كل قوته عشان يصد الهجوم ويدفع الوحش لورا. ياي بتبقى مذهولة وري بيتأكد انها كويسة. اعضاء الفريق مش مبسوطين من تدخل شخص فجأة. بيعرفوا ان داهان وحش قوي، لكن ري دفعه كأنه ولا حاجة. فجأة داهان بيقف وبيصدر زئير. بيكون الزئير قوي بيضرب كل المكان. ري مش متفاجئ لأن درع الوحش محمي بمهارة تعزيز بتخلي الهجمات العادية بلا تأثير. بما إن كده ري بيقرر يسرق المهارة ويعطلها. ري بيخاطر ويقفز ناحية الوحش وبيحاول بيلمسه بيفعل مهارة امتصاص القوة لكنها مش بتشتغل. ري بيرجع لورا قبل ما الوحش يقطعه، وري بيرجع لياه وبتسأل إذا هو كويس. ري بيطمنها إنه تمام لأنه صد الهجوم بالسيف. ري بيكتشف إن دراع داهان خارجي. عشان مهارة امتصاص القوة تشتغل لازم يلمس جوه الوحش. فجأة داهان بيضرب بالسيف على الأرض وبيصدر موجة طاقة كبيرة. ري بيرفع حاجز من المانا وبيصرخ لياه تبقى وراه. حاجز المانا بيصد الهجوم لكن الموجة بتخلي أعضاء الفريق يطيروا. قائد الفريق بيكون واقف بس وبيهاجم الوحش بحرب التلج. المفاجأة الوحش بيصد الهجوم وبيرد. السيدة بتتخبط في الحيط. ري بيكتشف انه محتاج مهارة اقوى من مهارة تعزيز الوحش. وقتها ري بيستعين بالنار السوداء وبيجهز كرة نار سوداء. ياي بتكون مذهولة. ري بيرمي النار على الوحش وموجة الوحش بتصطدم بالنار، لكن النار بتكون أقوى وبتغلب الموجة. النار بتوصل للوحش قبل ما يعمل حاجة. ري بيقيد الوحش عشان النار تخلص شغلها. النار بتدمر الدرع المهاري وبتدمره بالكامل. الوحش بيموت وبيقع منه حجر مانا كبير، لكن ياي بتكون مهتمة أكتر بقوة ري. مبهورة ازاي قدر يهزم الوحش بضربة واحدة. بتشكره بخوف وري بيبتسم وبيقول لها انه فرحان انها بخير. ري بيكون فرحان لانه انقذ ياي من الموت. قائد الفريق المزعج بيقف غاضب. بيحاول ياخد حجر المانا لانه قدمه للزنزانة. ياي مصدومة وبتفكر في ري اللي انقذهم. ري بيقول له مفيش مشكلة انه يديه الحجر بس بشرط ان ياي تبقى في فريقه. ده بيصدم القائد وياي نفسها بتتصدم. بيقول لها انها حرة تختار. قائد الفريق بيضحك وبيوافق. ياي بتوافق وبتدخل فريق بطلنا. القائد بياخد حجر المانا وبيمشي وهو مبسوط. ياي بتشكر ري تاني، وري بيعتذر انها اضطرت تسيب فريقها. ياي مش مهتمة بنفسها لانها مش شايفة نفسها هتقوى. ري بيطمنها انها هتقوى اكتر من اللي تركوها. ياي متفاجئة لانها مش شايفة نفسها قوية، لكن ري بيقول لها انه سمع كلامها مع الفريق القديم، لكنه بيطمنها انه مش قصده يسمع. بيقول لها انه يقدر يكون دعم ليها. ياي بتبقى مرتاحة وبتوافق تدخل فريقه. ري بيبتسم لانه كسبها. في اليوم اللي بعده ري وياي بيستعدوا يخرجوا لغزو زنزانة بي رانك. ياي بتسأل لو هتقدر تدخل امتحان ايه رانك بعد الزنزانة. ري بيقول لها ايوه، وكمان بيقول لها في حاجة هتخليها تقوى جوه الزنزانة. ياي متحمسة لانها عارفة انها هتساعدها تدفع علاج اختها. ياي مبسوطة ومستعدة تدخل الزنزانة. بياخدوا جوه زنزانة بي رانك كهف الكريستال. اول وحوش بتقابلهم ذئاب سوداء. ياي بتخاف جدا وري بيشجعها تبقى وراه وهو هيتعامل مع الوحوش. بيجري ناحية الوحوش وبيفعل تعزيز الجسم قبل ما يوصل لهم. مسلح بسيفه وبيقطع الوحوش واحد ورا التاني زي الورق بالظبط. ياي بتكون مذهولة وهي بتتفرج. ياي بتندهش من قوة ري لأن قوته مش بتقارن بقوة أعضاء فريقها السابقين. بالرغم من إنهم كانوا أقوياء، ري بيقود ياه بالظبط للمكان اللي عايزهم يروحوا له. بيطمنها إنه هيكون داعم ليها وبيحثها تمشي على الخطة. وياي بتتقدم ناحية الوحوش في محاولة تهزمهم عشان تتقدم بسرعة. بالرغم إنها تقدر تستخدم هجمات بسيطة، بس هي مستعدة تبذل أقصى جهدها ضد الوحوش. ياه بتستحضر كرات النار عشان الوحوش الصغيرة تجري عليها، وفي نفس الوقت ري بيقف وبيتابع من ورا لأنه حاطط الاختبار المثالي عشان يخليها تدرك سلاحها. بينما ياه بتتعامل مع الوحوش الصغيرة، بيظهر وحش ضخم من ورا، بس ري بيكون مستعد يتعامل معاه لأنه مش عايز أي حاجة تعطل اللي ياه بتعمله. وياه بتنجح تهزم الوحوش، لكن مهما حاولت
الوحوش مش بتخلص، وكأن عندهم كروت إعادة ولادة لا نهائية بتتعضى على دراعها الشمال، وتزيد التين بلة لأنها هتخلص المانا لو لقت حل للوحوش المزعجة. يا بتفكر قد إيه حياتها صعبة لما بتبص لفوق وتشوف ري بيتعامل مع وحوش أصعب عشان يسهل عليها. في اللحظة دي يا بتفهم إنها لازم تبطل الشكوى وتبدأ تتحرك. يا بتبقى مستعدة تحقق المعايير اللي ري بيحطها لها، وبتستعمل مشاعرها عشان تستحضر كرة نار بتقذف الكرة على الوحوش، وبفضل مشاعرها الكرة بتكبر لدرجة إنها بتلتهم الوحوش زي الرقائق. يا بتتفاجأ لما بتكتشف إن كرة النار بتكبر ومش بتخلص المانا. ري بيكون سعيد لأنها أخيراً بدأت تتحكم في قدراتها لأنها مناسبة فعلياً لمعركة التحمل. بالمختصر، سيطرتها على المانا هو أقوى سلاح ليها وهي لسه اكتشفته. يا بتندهش لما بتكتشف إنها فتحت مهارة فرن الانفجار. بعد شوية الاتنين بيوصلوا أوضة الزعيم اللي فيها وحش هلامي ضخم مستوى 52. ري بيهاجم الوحش وبيقول ليا تستخدم مهارتها الجديدة ضد الوحش. يا بتوافق على الأمر وبتطلق فرن الانفجار اللي بيخرج قوة نار هائلة بتفاجئها، مش مصدقة إنها قادرة على قوة رهيبة كده. ري من ناحيته عارف قدراتها لأن فرن الانفجار بيزود قوة مهارتها بتكلفة مانا عالية، لكن فجأة بيكتشف إن مستوى القوة اللي بيشاهده أعلى من المتوقع. نار يا بتغطي الأوضة كلها وبتحمرها، وفي الآخر بتمحي الوحش. بعد ما الزعيم بيتهزم، ري بيقرب ليها وبيشكرها على شغلها الممتاز. يا بتكون مهزوزة في البداية، لكنها بتستجمع نفسها وبتضحك لأنها عمرها ما كانت متخيلة إنها قوية كده. لكنها مش بتضيع ثانية وبتشكر ري لأنه هو السبب في اكتشافها لقدراتها. بعد ما غزوا زنزانة بي رانك، الاتنين بيرجعوا للسطح، ويا بتقول إنهم حققوا الشرط اللي يسمح لهم يدخلوا امتحان اي رانك، يعني اللي فاضل بس ياخدوا الامتحان. ري بيبتسم ويأكد لها ده، لكن جواه متحمس ياخد الامتحان ويعدي لأنه لازم. يوم امتحان اي رانك الاتنين بيروحوا للنقابة، وهيناتا بتقول لهم إنهم لازم يقيسوا قدراتهم القتالية ويشاركوا في معركة تجريبية مع حد تاني. ري مستعد يدخل الامتحان ويعدي عشان يبقى ساحر اي رانك للخطوة الجاية. يا كمان بتكون متحمسة وبتحث ري إنه يبذل أقصى جهده. فجأة بيقابلوا أعضاء الفريق القديم والقائد المزعج إيزوياما، بيهزروا عليها لأنها بتحاول تدخل الامتحان. ري بيقف ويدافع عنها وبيقول لهم يا مش هتخسر قدام جبناء زيهم. إيزوياما بتستهزئ وبعدين بتهزر على ري، بتقول له إنها عندها أعضاء فريق أفضل منه بدل يلي مش نافعة. وفجأة بيظهر عضو الفريق المذكور من بعيد، وبتطلع سيدة اسمها أويوري. ده بيخلي ري يقلق لأنه سمع الاسم في حياته السابقة. يوري كانت قوية لدرجة إنها غزت زنزانة خطيرة لوحدها بدون تعب. بعد كده اشتهرت جدا، وبالحالة الحالية ري بيستنتج إن يوري ممكن تكون حوالين ساحر اي رانك. يوري بتقرب من ري وبتقوله إنه شكله مثير للاهتمام. ده بيخلي ري يستغرب ويبص لها بطريقة غريبة. يا بتقلق من تصرف ري وبتناديه باسمه. لما اسم ري بيتذكر، يوري بتعرف إنه أخو كي الأكبر. كمان بتعرف إن كي خسر قدامه، وده بيصدم ري لأنه ما كانش يعرف إن إنجازاته وصلت لكل السحرة. يا من ناحيتها متفاجئة جدا وبتسأله إذا الكلام ده حقيقي. يوري بتلف وبتقول لري إنه ممكن يكون مثير للاهتمام لكنه مش هينفع قدامها. يوري بتقول إن الملك البنفسجي كي أضعف منها. بعد شوية السحرة بيجتمعوا في مركز التدريب، وده لتجربة مهاراتهم ضد جولم صناعي من النقابة. الجولم مغطى بصخر صلب جدا، والسحرة مطالبين إنهم يبذلوا أقصى جهدهم. ري أول واحد بينادى عليه، بيقف قدام الجولم وبيستحضر كرة نار كبيرة، لكن السحرة اللي موجودين بيضحكوا عليه لأنه استخدم عنصر النار ضد جولم عنصره معدن. وهو بيجري ناحية الجولم، ري متأكد إن النار هتكون بلا فايدة، لكن قبل ما يوصل للجولم بيجمع هجوم النار مع شظية التلج وبيعمل رمح النار. بيقذف الرمح على الجولم وبيتدمر راسه، ودخان كثيف بيغطي المكان. المشرف بيتأكد وبيقول إن الجولم تم التغلب عليه. السحرة اللي كانوا بيهزروا على ري بدأوا يندهشوا لأنهم مش متوقعين إنه يهزم الجولم بضربة واحدة. يوري كانت مبهورة بطريقة دمج ري للعنصرين عشان يعمل عنصر أقوى. ري بيبتسم وفخور بكيفية تعامله مع الوضع. يا بتفهم اختبار قياس المانا وبتحمل كرة الكريستال في إيديها للحصول على القياس الصحيح. قبل ما تلمس الكرة، أعضاء فريقها السابقين بيهزروا عليها وبيقولوا إنها لازم تخجل لأنها جت الامتحان، لكن كل اللي موجودين بيتفاجئوا لما الجهاز بيظهر قوة نارها الهائلة. إيزوياما مش مصدقة وبتفترض إن هي غشاشة. بعد ما بيخلصوا المتطلبات، الفاحص بيقول للسحرة إن المعارك التجريبية آخر حاجة. في أول معركة تجريبية، يا بتواجه خصمتها إيزوياما. يا بتبقى هادية ومستعدة تواجه السيدة. إيزوياما مش قادرة تصبر عشان تهزها وتكشف حقيقتها. المعركة بتبدأ وإيزوياما بتطلق إبر تلجية على يا بتسحق كل الإبر بكرة نار كبيرة بتتفرق.
تكاد تعمي الساحرة نفسها. إيزوياما بتكون مصدومة لأنها ما توقعتش إن يا عندها قوة نارية رهيبة. إيزوياما متفاجئة لكن يا لسه ما بدأتش. يا بتستحضر كرة نار تانية وبتقذفها على إيزوياما. إيزوياما بتحس بالقوة الرهيبة وبتحط حاجز مانع على أمل إنه ينقذها. قبل ما الهجوم يوصل بتستهزئ بيا لأنها بسيطة وخطتها واضحة. بتخطط تحجب الهجوم قبل ما ترد وتخلي يا تتراجع. فجأة بتكتشف حاجة غريبة، إن هجوم يا مش هيتوقف. يا مستمرة تطلق سلسلة كرات من النار على إيزوياما وحاجز المانا، وبسبب الهجمات المتتالية الحاجز بيتكسر وبيتكشف خوف إيزوياما. إيزوياما بتحاول تهرب لكن بتتضرب من حطام كرة النار. بتتضرب في ظهرها وتقع، وكل وجودها بيرفض تصديق إن يا تجاوزتها. بتقع على الأرض والفاحص بيوقف المعركة وبيعلن فوز يا. وش يا بينور من الفرحة. لما بترجع للمنصة ري بيشكرها على شغلها الممتاز. يا بتبتسم وهي مصدومة من فوزها لكنها بتتمنى لري حظ سعيد في معركته ضد يوري. يوري هادية وبتقول لري يدخل الحلبة للمعركة. لما بيدخلوا الحلبة يوري بتسأله إذا في سبب معين إنه بياخد الامتحان. ري كان ساكت ويوري بتقول إنه واضح إنه مستعد أكتر من الباقيين. ري بيرد إنه عنده حاجة لازم يعملها مهما حصل، عشان كده مش هتقدر يوري توقفه. يوري بتبتسم وبتصدر هالة قوية بتفكر ري إنها قوية جدا. ري بيطمنها إنه عارف بس واثق إنه هيكسب. يوري متأثرة بثقته وبتقترح يبدأوا المعركة بدل الكلام. يوري بتبدأ الهجوم الأول وبتطلق سيوف مانا على ري. ري بيطلع سيفه وبيحاول يحمي نفسه لكنه بيعاني. يوري عندها مهارة تحويل المانا بتسمح لها تتحكم في المانا بحرية. فجأة يوري بتفاجئ ري بهجوم قوي تقريبا بيسحقه لكنه بينجح يبعد نفسه في الوقت المناسب. يوري بتبتسم ابتسامة شريرة وبتقول لري إنه محظوظ لأنه تفادى الهجوم، لكنها زهقت من الدفاع وبتقرر تهاجمه بدل الدفاع. بيجري ناحيتها لكنها مش هتسيبه يوصل لها بسهولة وبتقذف هجمات بعيدة المدى. ري بيصدهم بحاجز المانا. بعدين بيجري ناحيتها وبيضرب بسيفه بقوة بيحاول يقطعها لكنها بتقفز لورا. وهو في الجو ري بيحاول يخلصها برمح النار لكنها بتستعمل مهارة تحويل المانا لصنع درع يحمي نفسها. الدرع بيقدر يمسك هجوم الرمح لكنها بتعترف انه حاول. ري قلقان لان دفاعها مثالي وبدون شك ري شايف انها قوية جدا. يوري بعدين بتعمل هجمات بعيدة كتير على ري. بتضطر تجري حوالين الحلبة عشان يتجنبها. ري بيعترف ان هجمات يوري مزعجة ويوري من ناحيتها بتستهزئ بيه. بتقوله مفيش فرصة لو بيفكر يجري لأنها هتنتصر. بيبص ري ناحية يوري وهي بتقفل عليه بهجماتها ومصدقة إن الموضوع انتهى بالنسبة له. بس ري بيكون عنده خطة تانية، وبمجرد ما الهجمات على وشك إنها تضربه بيشغل تعزيز جسده وبيقطع كل حاجة يوري بتقذفها عليه. بيصدمها حرفيا. بس هي ما خلصتش معاه بعد كده. بتعترف يوري إن دي أول مرة تشوف حد يقدر يستخدم 3 ألوان، بس بتفاجئه وبتقول إنها كمان تقدر تستخدم تعزيز الجسد. بتشغل المهارة وبعدين بتستحضر منجل باستخدام مهارتها الأساسية. فجأة بتختفي قدام ري ولما بتظهر تاني بتبقى وراه. ري بيكاد يخسر راسه بس بيقدر يفلت في الوقت الصح وبيحمي نفسه. بيترمي ري لورا من قوة الهجوم الطاغية وبسرعة يوري بتخليه يكون دفاعيا تاني لأنها بتطرده. بيبقى ري مش مصدق القوة الهائلة اللي عند البنت دي وبسبب ده بيقرر يروح للحد الأقصى. بيخلي يوري تقرب منه وبيمسك إيدها بس يوري بتستهزئ بيه ومصدقة إن مفيش حاجة في الموضوع. فجأة بتلاحظ إن في حاجة غلط معاها وقبل ما تعرف ري بيسرق مهارة تعزيز الجسد بتاعتها. بتبدأ تتراجع لورا وهي مدركة إن قوتها بتسيبها ومن غير وسيلة تدافع بيها. ري بيلاقيها فرصة مثالية لضربها ضربة مثالية. يوري بتسعل من الألم وبتقع على الأرض في لحظتها مش مصدقة إن ري كان مخبي قوته الحقيقية طول الوقت. ومع يوري على الأرض ومش قادرة تدافع بيعلن ري فائز في المبارزة. بعدين يوري بتصحى في المستشفى وبتشوف ري وياه واقفين جنبها. الاتنين مبسوطين إنها رجعت للحياة وبتعترف إنها خسرت المعركة تماما. بتقول لري إنها ما كانتش متوقعة إنه قوي كده. يوري بتسأله ليه جاي يزورها. بصوت متواضع ووقفته منحنية بيحني ري راسه وبيسأل يوري إذا مش هتمانع تنضم لفريقه. يوري بتكون مصدومة لما بتسمع ده وري بيخليها تعرف إنه بعد إعادة تقييم المعركة كمان تم ترقيتها لرانك A. ري بيعترف إنهم محتاجين يوري لو عايزين فرصة لغزو الزنزانات الصعبة. ري كان لسه بيتكلم لكن يوري فجأة بتضحك بصوت عالي وبتقوله إنه شخص مثير للاهتمام. يوري مش بتطول في الموضوع وبتقول لري إنها مش هتمانع تمشي وراه. بيكون ري سعيد لما بيسمع ده والاتنين بيمسكوا ايد بعض لإتمام الصفقة. فجأة الأرض بتبدأ تهتز بعنف بتخلي ري قلقان جدا. بيبدأ يتساءل اللي ممكن يحصل ومش عارف إن كرونوس بيحاول يخرج من مكان سجنه وكل اللي محتاجه شوية قوة زيادة عشان يقدر. لما
لما الاهتزاز بيقف ري يفكر في حياته السابقة إن في كتير من الزلازل مشابهة حصلت قبل ما زنزانة إيكابوكورو تنهار تماما. بيستنتج إنهم وصلوا للحد الزمني للانهيار، وبالرغم من صعوبة الزنزانة بيشوف إن مفيش اختيار في الوقت ده. بيقول للبنات خطته لغزو الزنزانة، وده بيخوفهم جدا. بيفكروه إن دي الزنزانة الأصعب في المنطقة، وده بيخليها أخطر. يوري بتسأله إذا بيقترح يغزوها بسبب الزلازل، وري بيعترف إنه حاسس بحاجة وحشة. بيقول إن في تقارير عن وحوش غير طبيعية، وعايز يعتقد إنها مرحلة تمهيدية لحاجة أخطر. يوري مش مهتمة بالكلام طالما هي ماشية وراه. يا كمان بتأكد لري إنها معاه. ري مبسوط وبيشكرهم على الدعم. في اليوم التالي بيقدموا طلب لغزو زنزانة إيكابوكورو لهيناتا. طلبهم بيتوافق عليه. الاتنين ومعاهم يوري بيبقوا على مدخل الزنزانة. يوري المجنونة متحمسة جدا للزنزانة. يا بتقول كان هيبقى أحسن لو كان عندهم عدد أكبر يساعدهم، لكن ري بيقول ده مستحيل لأن النقابة محدودة في عدد الساحرين الإيرانك اللي يقدروا يشاركوا. بيضيف إنه كان هيبقى كويس لو شخص اسمه أوكاوا كان معاهم. قبل الانحدار أوكاوا كان معروف إنه واحد من أقوى اليابانيين. ري خايف كورونوس يظهر لو حصل انهيار الزنزانة، ومصمم إنه يتأكد ده ما يحصلش. قبل الدخول البنات بيحثوا ري إنه ينهي الرسميات ويناديهم بأسمائهم، وهو بيوافق على طول. وبعد كده التلاتة بيدخلوا الزنزانة. أول وحش بيقابلهم هو شيطان الجمجمة مستوى 71. بيصدم ري لأنه وحش رئيسي في زنزانات منخفضة، لكنه ظهر عند مدخل الزنزانة. بدون خوف التلاتة بيهاجموا الديمون فورا، وبيحط حاجز مانا على طول. بيحسب ري إن إزالة حاجز المانا أول حاجة، وبيطلق رمح نار على الحاجز، لكن ضربة واحدة ضعيفة جدا لتدميره. يا ويوري بيستخدموا مجهودهم المشترك لتدمير الحاجز، وبيتيحوا لري فرصة إنه يجري ويقطع الحاجز لنصين. كالعادة هزيمة الشيطان بتديهم حجر أخضر كبير. ري بيشكر البنات على التوقيت الممتاز في تدمير الحاجز. أما يوري أخيرا بتجمع شجاعة وبتسأل ري إزاي يقدر يستخدم كل المهارات دي. ري بياخد دقيقة وبعدها بيجاوب وبيكشف إنه عنده قدرة اسمها سرقة المهارات. البنات بيتلخبطوا، وري بيشرح إنه بمجرد اللمس بيقدر يسرق مهارة أي حد. يوري أخيرا بتفهم اللي حصل في المبارزة، وري بيطمنها إنه رجع مهارتها. يا متفاجئة لأنها مش متوقعة إن ري عنده مهارة خارقة زي دي. أخيرا بتفهم ليه ري عايزهم يغزوا الزنزانة، وبتستنتج إنهم في أمان طالما ري معاهم. يا كمان عازمة إنها مش هتبقى عبء على الفريق، ومع ده الفريق بيكمل التقدم داخل الزنزانة. وبعد شوية بيوصلوا أوضة الزعيم. يا بتشير إن الأرض بتترج بقوة، وبتسأل إذا عندهم القدرة لمواجهة الزعيم. ري بيقول لها إنهم زادوا مستوى في طريقهم للأوضة، وبيعتقد إنهم يقدروا ينجحوا. يا بتوافق ومستعدة تثبت إنها مش عبء. فجأة حاجة بتظهر وبتمسك بياه. قبل ما أي حد يتحرك بيلاقوا مخلوق رهيب، حصان الموت مستوى 89، وهو زعيم الزنزانة دي. ري مذهول ومرعوب لأنه مش المفروض إن الزعيم يكون بره أوضته. ده بيخلي أسئلة كتير تدور في دماغه، لكن التركيز كله على إنهم في ورطة كبيرة. بيقول ري ليوري إن الموقف ممكن يكون صعب، لكن مفيش خيار غير إنقاذ يا. ري بيزعق ويا بتأكد إنها كويسة. يا بتقدر تعمل حاجز مانا تحمي نفسها، لكن ري قلقان لأن ممكن يكون عندها مانا كبيرة بس ليها حد معين. بالرغم من إن أحسن حل هو استخدام لها بالهاوية، لكنه مش ممكن عشان ياها تتعرض للضرر. الحل الوحيد إنه يلاقي طريقة تساعدها. بيقول ليوري إنه هيحاول يجذب انتباه المجس، وبيحثها إنها تلاقي طريقة تنقذ ياه. بخطة واضحة جدا الاتنين بيهاجموا الوحش. بيحط ري نفسه قدام الوحش وكاد يتضرب بمخلبه، لكنه بيتجنبه بسرعة. الضرر من المخلب بيكسر الأرض وبيصدم ري. بيكتشفوا إنه هيكون في خطر لو اتضرب ضربة مباشرة. قبل ما يظنوا إنه بأمان واحد من المخالب بيظهر من وراه. يا بتعتقد إنه انتهى وبتصرخ باسمه. لحسن حظ ري قدر يخرج من الموقف باستخدام اليد الوحيدة، وبيتنفس الصعداء. خلال الفوضى كلها يوري وصلت للوحش وبتحاول تضرب ضربة حاسمة، لكن هجومها ارتد تاني، وده بيخليهم يكتشفوا ان الوحش عنده مهارة تعزيز. يوري مضطرة تتراجع قبل ما تتحطم بين المخالب الكبيرة للوحش. ري بيشيك عليها وبتؤكد له انها بخير، لكن الاتنين بيشوفوا حاجة غريبة. عموما وحوش المخالب عادة دفاعها ضعيف، ودي اول مرة ري يشوف واحد منهم عنده مهارة تعزيز. بالاضافة للاشياء الغريبة حوالين الوحش انه بره اوضته ومش عارف ان كرونوس عامل دور كبير في اللي بيحصل. لكن الوحش كان جاي عليهم بغضب شديد ومفيش وقت للتفكير. بينما يا محصورة في حاجزها بتعتقد ان اللي التلاتة بيواجهوه هي غلطتها. بتكتشف انها كانت سلبية جدا لانها دايما معتمدة على ري لإصلاح الامور. بتبدأ تفكر ازاي تساعد في الموقف،
ري ويوري قريب هيواجهوا مشكلة كبيرة لأن المانا بتقل عندهم من كثرة المعارك. ري كان على وشك يستسلم لما فجأة بيتذكر حاجة، بيزعق ليا تضربهم بتوحيد المانا. يا بتبقى متفاجئة وري بيتصدم، ويوري كمان بتعتقد ان المهارة عديمة الفائدة لانها بتستهلك مانا كتير. ري فاهم سبب اعتقادهم لان المهارة كانت تعتبر عديمة الفائدة في حياته السابقة، بس بفضل ساحر معين قيمة المهارة اتكشفت بعد كده، والساحر ده ما كانش غير يا نفسها لانها اللي اكتشفتها قبل الانحدار. يا كمان مترددة لانها ما استخدمتش المهارة قبل كده، بس بما ان ري بيطلب منها تعمل ده يا بتوافق، وبمجرد كده يا بتطلق مهارتها وبتضرب الاتنين زي ما كان مخطط. وبشكل مفاجئ يوري بتلاحظ ان المانا بتاعتها بتبدأ تتعافى، بس ري بيبتسم لانه عارف جوهر المهارة، وبيلاحظ ان مانا فيوجن ليها تأثير بيشارك مانا المستخدم، بس دي مهارة ما ينفعش اي ساحر يتقنها الا لو عنده مانا كبيرة. يا بتتحمس لما بتشوف ده، بس فجأة بتلاحظ ان كمية المانا اللي هي بتشاركها مش كفاية، وبيجي لها الادراك ان مشاركة المانا بتاعتها مقيدة، وده بسبب حاجز المانا اللي شغلته. وعشان تساعد الفريق بشكل صحيح يا بتطلق حاجز المانا وبتدي الوحش فرصة يمسكها جامد، بس يا بتقدر تفرغ كل المانا بتاعتها علشان الاتنين يقدروا يشتغلوا بيه. وبعد ما بتخلص ده يا بتقول الاتنين بشكل ضعيف ان الباقي عليهم، وبفضل تضحيتها الاتنين بيبقوا عندهم عزيمة قصوى لضرب الوحش مهما حصل، وبيدخلوا على الوحش عشان يمزقوه وينقذوا يوري. وبما ان المانا بتاعتهم اتجددت بيقدروا يقطعوا دفاعات الوحش باستخدام مهارة التعزيز، وبيبدأوا يدمروا الوحوش يمين وشمال. وري بيلاقي فرصة انه يوصل لياه، بس الوحش سبقهم بخطوة، وبمجرد ما يتحرك الوحش المكان ياه الامور بتبقى اصعب. وري بسرعة بيلاحظ ان بالطريقة دي مش هيقدروا يوصلوا لياه، بس يوري بتؤكد له انها هتفتح له الطريق. ويوري بتستخدم مهارتها الاساسية وتطلق هالة كبيرة جدا، وبتعمل سلم لري عشان يتسلقوا ويوصل لياه. وقتها ري بيشكرها على المساعدة وبيجري على ياه بالسلم، والوحش بيحاول يمنع طريقه ببعض مخالبه، بس وري بيقطعهم بسهولة بغضب، وبسرعة وعزيمة كبيرة بيوصل لياه ويقصها من قبضة الوحش. وري بيقدر يوصل للأرض وبيشيك على ياه وبيتأكد انها بخير. يا بتفتح عينيها وبتبتسم وبتقول ري مثير للاعجاب زي ما هو دايما. ويوري بتجري عليها وتقول لها انها في الحقيقة انقذتهم بمهارتها. ويوري بتعترف ان يا عندها شجاعة كبيرة، ومع انهم انقذوا يا المهمة الاساسية لضرب الوحش لسه موجودة. وري ويوري بيجروا ناحية الوحش بسرعة، بس الامور بتصعب لانه بيجدد مخالبه. ويوري بتلاحظ انهم في موقف صعب وبتسأل ري هيمثل ايه الخطوة الجاية. وري بيقول ليوري تسيب الباقي عليه، ومع انها متشككة بتوافق تسيبه يعمل اللي هو عايزه. وري بيجري بسرعة ناحية الوحش وبيؤكد ليوري انه هينهيه. ويوري بتتفاجأ لما بتلاحظ ان ري بيجري للوحش من غير سلاح في ايده، وبمجرد ما ري على وشك انه يوصل لجسم الوحش الرئيسي بيجدد مخلب لحجب طريقه. وري بيشغل قوة التعزيز عشان يضاعف قوة ناره قبل ما يستخدم لها بالهاوية. جسده كله بيغلف بهالة مظلمة وبيطلق لها بقوي على الوحش، وفي الاخر بيقطع راسه والوحش بيقع على الارض. وده بيصدم كرونوس اللي ما كانش متوقع ان حصان الموت ينضرب بالشكل ده، ومع ذلك هو مصر يتأكد ان ري واصحابه ما يخرجوش احياء. الفريق لسه بيحتفل بالفوز، وفجأة سائل مظلم بيخرج من جسم الوحش المهزوم وبيتحرك ناحية ياه، وكان هيخترقها بس ري بيقدر ينقذها في الوقت المناسب. وري بيلاحظ ان السائل بيزيد قوته وبيزعق للبنات يجروا بسرعة، وهم بيجروا ناحية المخرج ري بيأمل انهم ما يموتوش لانهم قدروا يمنعوا انهيار الزنزانة. وبمجرد ما هم على وشك يوصلوا المخرج السائل بيتفوق عليهم، والتلاتة كانوا على وشك يبتلعوا لما درع ذهبي فجأة بيغطيهم وصوت صارم بيقول لهم يبعدوا. الفريق بيلف عشان يشوف منقذهم، وبيلاقوا اوكاوا هاكارو القوي. البنات مصدومات لما اكاوا بيقدم نفسه لان ري كان ذكر اسمه قبل ما يدخلوا الزنزانة، وري بيعترف انه نفس الشخص اللي كان عايز مساعدته. واوكاوا اقوى منهم كلهم لانه ساحر اس رانك، وكمان كان معروف بالملك الأصفر قبل انحدار ري. وري يعرف انهم كانوا هيتدمروا لو اوكاوا ما وصلش في الوقت الصح، وده لانه حماهم بسحر الحاجز. اوكاوا بيغمز لهم ويقول انه سعيد لانه وصل في الوقت الصح لانقاذهم. اوكاوا بيقول انه كان في زنزانة تانية بطلب من الدولة، لكنه في حد غريب تواصل معاه، وطبعا كلنا عارفين مين الحد ده، وهي هيناتا. اوكاوا بيصدم ري لما بيقول له انه يعرفه لانه اخو كاي،
اوكاوا بيطمن ري انه ما يقلقش لانه كان بس مهتم بيه، وري مرتاح وبيشكره على المساعده. اوكاوا مش شايف الموضوع كبير وبيقول لري انه فعلا عمل اللي عليه وعمل حاجه رائعه لما هزم زعيم الزنزانه. وبعدين حجر المانا من هزيمه الوحش بيقع واوكاوا مصدوم من حجمه الكبير. اوكاوا بيحسب ان زعيم الزنزانه قوي ورمى حجر المانا لري اللي بالكاد مسكه قبل ما يقع. اوكاوا بيبارك لري وبيقول له انه متشوق يشوف اكتر منه. وبعد كده اوكاوا بيخرج من الزنزانه والفريق بيتبعه، ولما بيدخلوا مبنى النقابه يوري بتقول ان اوكاوا شخص مثير للاهتمام وري موافق معاها. وهيناتا بتتصدم لما بتشوف الفريق بيجي وبتصرخ وتسالهم اذا هم بخير. هيناتا كانت قلقانه عليهم لانهم اتاخروا في الزنزانه. هيناتا بتوبخ ري وقتها لانه دخل الزنزانه مباشره بعد تقديم الطلب رغم ان الزنزانه اخطر من غيرها. وهيناتا بتسالهم عن تقدم الزنزانه متوقعه انهم لسه عند المدخل. وهيناتا والمساعدين بيقعوا في الصدمه لما ري بيقول لهم انهم غزوا الزنزانه كلها. ما بيصدقوش عينيهم وودانهم وبيزعقوا زي المجانين. الاخبار عن غزو زنزانه ايكابوكورو بتنتشر بسرعه والنقابات بتجري عشان توصل للشخص اللي غزا الزنزانه. ولما بيتكلموا للصحافه يا بتقول انها اخيرا عندها فلوس تكفي مصاريف علاج اختها، وكمان بتشكر ري على الفرصه الرائعه. إيزوياما واعضاء فريقها غاضبين جدا لما بيشوفوا ده، لكن إيزوياما لسه عايزه تصدق ان يا بتغش. وكمان كي زعلان جدا لان ري هو اللي غزا الزنزانه. الاخبار عن غزو ري للزنزانه انتشرت في كل مكان، خصوصا انه كان معروف انه شخص بلا لون قبل كده. الدردشات الجماعيه ولعت والناس بينادوا على بعض عشان يعتذروا عن الكلام السلبي عن ري. ومع كل الناس بيتكلموا عن مدى قوة ري، هو بيفكر ازاي يقوي نفسه لانه قدر يغزو الزنزانة بمساعدة الاخرين. بعد 3 ايام ري بيروح للنقابة لان هيناتا استدعته وبتقوله ان في حاجة لازم يسمعها. ري والبنات بيبقوا مصدومين لما هيناتا بتقول انهم استلموا طلب لغزو زنزانة معينة. يا ما كانتش مصدقة لانها لسه بقت ساحرة رانك ايه. وهيناتا بتقول ان ده ممكن بفضل انجازهم الاخير، وبشكل اساسي استكشاف الزنزانات عادة بيطلبوا الساحر نفسه، بس طلب رسمي ده حاجة النقابة بتسمح بيها لعدد محدود من السحرة. يا بتبتسم وبتقول لري ان الكل معتمد عليه، بس ري بيخالف وبيقول ان الفريق كله محتاج. وبيسأل هيناتا مين قدم الطلب، لكنها بتقوله انها مش قادرة تجاوب لانه الكبار قالوا لها تحتفظ بالسر. ويوري عايزة يقبلوا المهمة بس لانها ممتعة. ري مضطر يوافق لانها عن طريق النقابة. هيناتا بتقول ان ساحر اس رانك هيمشي معاهم في المهمة. في اليوم التاني الفريق بيروح للقاء الساحر. يا فضولية تشوف مين هو الساحر ده، وبمجرد شوية بيلاقوا الشخص، وللمفاجأة الكبيرة هو اوكاوا. وبمجرد ما بيدخلوا الزنزانة ري بيقول انه ما كانش متوقع انه اوكاوا يرافقهم، واوكاوا بيبتسم وبيقول انه كان عارف لكنه عايز يفاجئهم. اوكاوا بيقول انه متحمس للمهمة لان العالم كله بيراقبهم. يا مصدومة من خفة دم اوكاوا، وري بتتفق معاها بس بيفكرها انه هو لسه ساحر اس رانك. وري بيسأل اوكاوا اذا صح ان في آلية صعبة داخل الزنزانة، واوكاوا بيقول صح فعلا. فريق الاستكشاف رجع وابلغ عن حائط نار بيمنع الطريق، وري بيحب يعرف ازاي هيتعاملوا معاه. اوكاوا بيذكرهم انه عنده مهارة الحاجز، وطالما هو معاهم حائط النار مش هيبقى مشكلة. ري بيلاحظ ان اوكاوا واثق من نفسه زيادة، وبيفكر اذا بيعتقد ان الزنزانة سهلة، كأن اوكاوا سمع افكاره وبيقول انه مش هيشوف قوته لما يشوفه في العمل لانه هو اللي هيحمل الفريق كله. فجأة موجة من الوحوش بتظهر، وري بيقول لفريقه يستعد للقتال، وبيركز يشوف قوة الساحر الاس رانك. فجأة بيشوف اوكاوا قاعد في الركن ومرعوب، واوكاوا بيقول للتلاتة يتعاملوا مع الوحوش لانه مش معتاد على النوع اللي بيواجهوه. يا بتفكر اوكاوا انه قال عن كونه الرجل الاساسي، وري بيقول للفريق يواجه الوحوش وينسى الجبان. التلاتة بياخدوا موقفهم وبيبداوا يطلقوا هجمات طويلة المدى على الوحوش القادمة. يوري بثقة بتلاحق الوحوش وبتقول انهم لا شيء قدام الوحوش اللي واجهوها قبل كده. يا ويوري بيقضوا على معظم الوحوش وري بيخلص الباقي برمح النار طبعا. اوكاوا مذهول لما بيشوف ده، وبعد ما الوحوش بتتهزم يا بتحتفل بحماس مع ري. واوكاوا بيقف من مكانه اللي كان مستخبي فيه وبيقول انه بيكره الحشرات ومبسوط انهم انقذوا حياته. فجأة ذئاب بتظهر من وراه وبتهجم على اوكاوا، لكنه بيركز وبيقفلهم في صندوق مربع وبيقتلهم بسهولة. ري وفريقه بيكونوا مصدومين لما بيشوفوا ده، وري بيسأل اوكاوا استخدم مهارة ايه. اوكاوا بيقول ان المهارة اسمها الصندوق المربع، ودي واحدة من مهارات الحاجز، بس المهارة مش ممكن تستخدم ضد عدو كبير. وري مذهول لانه سمع عنها قبل كده، بس دي اول مرة يشوفها بعينه. بعد ما بيتم القضاء على الوحوش اوكاوا بيقترح يكملوا الطريق، وري وراه في حالة إعجاب كاملة بأوكاوا لأنه تجسيد للساحر اس رانك.
وبعد شوية بيوصلوا لحائط النار، وزي ما التقرير قال شدة النار بتحس من على بعد مترات من غير ما يقتربوا حتى. وبعدين أوكاوا بيخطو لقدام وبيعمل طريق من وسط النار بسحر الحاجز بتاعه، وكل الفريق بيبقى متحمس وبيمشوا في الممر، وبيلاقوا قريبا فتحة تانية بتودي لغرفة الزعيم. وبما انهم كلهم جاهزين، ري بيقترح انهم يدخلوا غرفة الزعيم، وبعمق أوكاوا بيستنى يشوف ري قادر على ايه، لانه عايز يعرف اذا كان نصاب ولا حقيقي. وبمجرد ما بيدخلوا الغرفة ري بيشتكي من الحر الشديد، وده واضح انه بيشير لقوة العدو اللي هم على وشك يقتلوه. والزعيم بيظهر اخيرا وبيتبين ان وحش لهب مستوى 68، وبمجرد ظهور الزعيم لوحده بيخلي ري يترعش، وكمان بيبدأ يبان عليه الذعر لما الوحش بيقترب منهم، وبيقول للفريق يحطوا حاجز مانا. بس أوكاوا بيقول له انه مش محتاج ده كله، والوحش بيطلق بنفسه عليهم نفس نار، بس أوكاوا بسهولة بيحميهم بسحر الحاجز بتاعه، وده بيخلي ري يندهش جدا. وأوكاوا بيقول لري انه هيتولى الدفاع وهم يتولوا الهجوم، وري بيوافق على الأوامر، بس بياخد لحظة يفكر يعمل ايه، وبيلاحظ ان الحاجز ممكن يفشل في اي لحظة لو اتضرب جامد. فري بيخطط يستخدم لهب الهاوية، بس بسرعة بيترك الفكرة لان الوحش سريع وكمان زعيم. وبما ان استخدام المانا اللهب الهاوية عالي جدا، ري وقتها بيقرر انه لازم يهزم الوحش بطريقة تانية، وري بيبدأ الهجوم وهو بيقول ليوري وياه يلاقوا فجوة يهاجموه منها. وبما انه بيقرب من الوحش، ري بيشغل تعزيز جسمه وبيقفز ناحية الوحش، وبيخدع الوحش انه هيهاجمه من قدامه، بس ري بيتحرك وراه قبل ما يضرب ضربة حاسمة، ويوري وياه كمان بيدعموه من وراه، وهم بيطلقوا هجماتهم البعيدة على الوحش. وحتى بالهجوم المشترك الزعيم بيبقى قادر يتحرك، وده بيأكد لري ان الوحش ده قوي جدا. وري بيلاحظ انهم هيبقوا في وضع ضعيف لو المعركة استمرت اكتر من المتوقع. ري بيبدأ يتعرق من الحر الشديد، وبيلاحظ ان هزيمة الوحش بسرعة مهمة جدا. وفي نفس الوقت أوكاوا بيشوف من وراه ومستني يشوف ري هيعمل ايه، لانه لقى نفسه في موقف صعب. وبعدين ري بيقول ليوري وياه يبدأوا يوجهوا هجماتهم على رجلين الوحش بدل الجسم، ويوري وياه بيوافقوا على الخطة فورا، وبيطلقوا هجماتهم على رجلين الوحش. وياه بتاخد خطوة أكتر وبتضرب الوحش بمهارة اسمها رصاصة الحجر، وده بيخلي الوحش يقفز حواليه. وري بيلاحظ مهما كان سريع مش هيقدر يتهرب من الهجمات في الهواء، ووقتها بطلنا بيقفز ناحية الوحش، ولما بيقرب بيغطي سيفه بالجليد، وده بيخلي أوكاوا مذهول. وبما ان الوحش مش قادر يتحرك بحرية في الهواء، ري بيضرب ضربة حاسمة بتخليه يقع على الأرض ويتهزم بالكامل. والبنات بيجروا عليه زي العادة بيباركوله، لكنه بيقول ان كله بفضلهم. وأوكاوا بيبقى مندهش من العمل الجماعي اللي شافه، وبيخلص ان ري زي ما التقرير قال، بس أوكاوا شايف ان ري لسه مخبي قوته الحقيقية. وبعدين ري بيقترح انهم يرجعوا للنقابة عشان يقدموا تقاريرهم، بس أوكاوا بيقول له استنى. وأوكاوا بيقول له الصندوق ممكن يستخدمه لاحتجاز الوحوش وكمان طريقة للتدريب. وأوكاوا بيكشف الحقيقة وبيقول لري انه عايز يشوف قوته الحقيقية، وبسبب ده أوكاوا عايز ري يهزم الوحوش اللي جوه الصندوق، وبيطمنه انه هيكشف الوحوش لو الامور بقت خطيرة، بس القرار هيبقى لري يقول له يعمل او لا. وري اخيرا بيفهم ليه أوكاوا اتبعهم، ومع انه مش عارف نواياه الحقيقيه لسه، ري مش ممكن يضيع فرصه لاكتساب خبره اكتر. وبسرعه ري بيقبل طلب أوكاوا، وأوكاوا بيكشف الصندوق، وبمجرد كده ظل اسود مخيف بيظهر من الصندوق، والوحش جوه الصندوق بيغير شكله على حسب خوف خصمه. وأوكاوا متحمس يشوف شكله، وبالفعل اكبر خوف لري هو كرونوس بيظهر بهدوء من الصندوق. وأوكاوا مذهول لانه اول مره يشوف الوحش ده، وري بيبقى في حالة رعب شديد. ويوري وياه بيتساءلوا ليه الظل الاسود اتحول لشكل بشري، وبالوضع ده واضح انه مش وحش عادي. وفي نفس الوقت أوكاوا بيتساءل هو بيبص على اي نوع من الوحوش، وهل ري كان قاتل الوحش ده قبل كده؟ وري متفاجئ انه حتى مش بيواجه كرونوس الحقيقي، لسه حاسس بهالة القوة اللي جاية منه. ومع محاولة ري انه يتلاشى خوفه وبيهاجم الوحش بنية انه يضرب اول ضربة، لكن كرونوس بيطلع سيفه الاحمر الطويل وبيصد الضربة، ومع ان ضربته اتصدت ري مش بيحس بالخوف، وده بيشجعه. وقبل ما كرونوس يرد ري بيقفز لورا عشان يتفادى، وفجأة بيلاحظ ان عيون كرونوس بتتغير لونها. وفي اللحظة الأخيرة ري بيتحرك بعيد، وفجأة موجة صدمة قوية بتضرب وراه، وده بيصدم التلاتة اللي بيتفرجوا لأنه مش عارفين امتى كرونوس بدأ الهجوم. ومع انه هجوم غير مرئي، أوكاوا مندهش من قدرة ري انه تهرب، وده لأن ري كان اتدرب قبل الانحدار. وري بعد كده بيعمل رمح جليدي وبيجري ناحية كرونوس، ولما بيقرب بيشوف كرونوس بيبتسم ليه،
وده بيشغله وبيخليه يديله فرصة يضربه بعيد. ويا بتزعق من الخوف معتقدة ان ري هينتهي، بس الحمد لله ري بيقدر يتحمل الضربة. وري بيبدأ يقلق لانه مش متوقع ان كرونوس يلغي هجومه بسهولة. ويوري بتقول لأوكاوا ان الوضع بيبقى خطر، وهو بيوافق على الكلام ده. وأوكاوا بيقرر يرجع الظل للصندوق وبيمد ايده لتفعيل قوته، وفجأة بيلاحظ ان في حاجة غلط. ويوري كمان بتلاحظ ان أوكاوا قلق ومفيش نتيجة، وبتحثه يرجع الصندوق بسرعة. وأوكاوا بيقول لها بيحاول، بس الظل بيقاوم جدا. وهنا بيجي لهم الإدراك ان في حاجة أقوى من قوتهم خرجت. وحتى أوكاوا متفاجئ لأن الصندوق عمره ما عمل كده قبل كده. وبما إن الوحش خرج عن السيطرة، يوري ويابي قرروا يتدخلوا وبيجروا ناحية الوحش قبل راي، وبيطلقوا هجماتهم في نفس الوقت. لكن كرونوس بسهولة بيرد وبيطيرهم بضربة واحدة مضادة قوية، والاتنين بيقعوا على الأرض وبيحصل انفجار ضخم جدا. وبيحاول يتأكد إذا هم عايشين. لما كرونوس بيبتسم ابتسامة شريرة وبيكسر القيود، ري وأوكاوا بيخافوا لأنهم مش متوقعين إن كرونوس يقدر يكسر الحاجز. وأوكاوا بيعترف إنهم في ورطة، ولو ما كانوش حذرين هيتدمروا. وقتها بطلنا ري بياخد لحظة وبيقيم الوضع، وبيكتشف إن كرونوس المزيف بيستخدم مهارة غريبة، وبيلاحظ إن الوحش بيعيد تكوين مظهر ومهارات كرونوس من ذاكرته، والحل بيجيله في دماغه على طول. وبيقول لأوكاوا يبعد. وبعدها ري بيسترجع ذكرياته في الحياة السابقة لما كان بيجري من كرونوس، وبما ان هو ده الوضع دلوقتي لو ما اتحركش هيبقى محبوس. ري بياخد قفزة كبيرة ناحية الوحش لانه فهم ان الوحش غير شكله بسبب المهارة الغريبة. ولما بيقرب الوحش بيضربه بالسيف، وري بيتفادى وما بيقفش عند كده، بياخد فرصة يقرب للوحش ويلمسه. ولما بيعمل كده بيشغل مهارة سرقة المهارات، وبيطلق انفجار طاقة ضخم جدا. وخطة ري بتنجح والوحش بيتحول لغبار، وده بيعلن الهزيمة. وأوكاوا بيبقى مصدوم وعرق بيجري على وشه، وبيسأل نفسه المهارة دي ايه. وهنا بيبدأ يشك في هوية ري. وبعد 3 أيام يوري وأوكاوا بيتقابلوا في مبنى غريب، وبيمشوا في الرواق وبيتكلموا عن الأحداث اللي حصلت الأيام اللي فاتت. ويوري بتقول لأوكاوا إنه لازم يكون سعيد إن ري سامحه على اللي حصل. وأوكاوا بيوافق، ويوري بيقول لها إن ري أفضل بكتير من اللي هي قالت عليه. وبيوصلوا لباب كبير، وداخل الغرفة الكبيرة الملك الأزرق هوجو إتسوكي، والاتنين بينحنوا له احتراما، وبيطلب منهم يفضلوا أحرار. وبيبان إن هوجو كان غايب فترة بيستكشف زنزانات في دول تانية. وأوكاوا متفاجئ من إن هوجو بيعمل كل المهام دي. وهوجو بيقول له إن الكبار في النقابة دايما بيطلبوه وما عندوش اختيار لأن لازم حد يعملها. ويوري بتتكلم عن سبب استدعاء هوجو، وده معناه إن الزنزانة اللي راح لها خطرها زي زنزانة إيكابوكورو. ويوري متأثرة إن هوجو اضطر يتعامل مع زنزانات في 10 مواقع مختلفة، وده بيوضح قوته الكبيرة. وهوجو بيقترح يبدأوا في الشغل الأساسي لليوم، وبيقول للاتنين إنه عايز يسمع أكتر عن ري. والاتنين بيوافقوا. بعد شوية بيحكوا له كل حاجة عن ري، وهوجو بيكون منبهر. وأوكاوا موافق وبيقول إن ري قوي جدا وممكن يكون أقوى منه كساحر اس رانك. وهوجو متفاجئ مش بس لأن ري عنده مهارات قتالية ممتازة، لكن كمان عنده مهارة سرقة مهارات الآخرين. وبدون ما هوجو وأوكاوا يعرفوا، يوري لسه عندها حاجات تقولها بس ساكتة خوفا من إنها تدهشهم. وهوجو بيعترف إنه مع كل اللي سمعه ري أثار اهتمامه، وقبل ما يمشوا بيطلب منهم خدمة. وبعد كده ري وياه بيمشوا قدام الاستقبال في مبنى النقابة، لما هيناتا بتنادي على ري بجنون، وبيجري ري بسرعة ويسألها في إيه. وبتبص هيناتا بحزن وبتقوله إنها ما عندهاش فكرة هو عمل إيه عشان يستحق اللي هتقولهوله. وبيسألها ري إيه المشكلة، وبتقوله هيناتا إنه تم استدعائه من الملك الأزرق عشان يقابله شخصيا. وبعدين ري بيتجه لقصر هوجو عشان يقابله، وبينبهر ري أول ما بيشوف هوجو الملك الأزرق. وفي حياته السابقة هوجو كان معروف بإنه الملك الحقيقي للألوان بين الملوك التانيين كلهم، وبيبان إن ري كان بيحبه كمان، وده لأنه قوي. وبعدين كان بيتأكد إنه يحمي الضعفاء، وبيكون ري دايما متأثر بكلامه، وده اللي خلاه يطمح يبقى شخص عظيم زيه. بس حصل حاجة رهيبة زمان، لأن هوجو وقع في انهيار زنزانة ومات في المعركة، وده حصل لأنه ضحى بنفسه كدرع عشان يحمي المدنيين وقت الإخلاء. وبالمقابل بقى بطل مات عشان ينقذ أرواح كتير من الناس. وفي المستقبل دلوقتي ري بيتساءل بينه وبين نفسه يا ترى هوجو عايز منه ايه. وري لسه بيفكر في الموضوع لما يوري بتدخل عليه الأوضة فجأة، وبتفاجئه لأنها وأوكاوا موجودين كمان. وبيقول هوجو لري إنه هيشرح له كل حاجة، وبيكشف إن أوكاوا ويوري
هم كشافين مسؤولين عن اكتشاف الناس الموهوبة من كل العالم، وبيبان انهم اعضاء في رهبان العصا الاسطورية. وقتها ري بيتفاجأ لما بيسمع الاسم ده لانه سمعه فعلا قبل كده، وبيتقال له انهم مجموعة نخبة تحت القيادة المباشرة للملك الازرق بنفسه. وبعدين هوجو بيعترف ان هو اللي طلب من ري يقهر الزنزانة، وكمان هو اللي خلى اوكاوا يتبعه. وقتها ري بيفهم اخيرا انهم كانوا عايزين يشوفوا قوته الحقيقية، وعشان كده طلبوا منه يقاتل الوحش. ويوري كمان بتعترف انها انضمت لفرقة ري في الاول لانها كانت باين انها ممتعة. وهوجو بيكشف الحقيقة وبيقول لري انه مهتم بيه وعايزه ينضم ليهم، بس بيقوله انه عايز يشوف انسانيته الاول لانه لسه في حاجات كتير مستخبية عن الصحراء اللي عندهم الوان متعددة. وبعدين هوجو بيسأل ري هو عايز ايه، وري بياخد لحظة يفكر قبل ما يجاوب، وبيقوله انه عايز يبقى اقوى من اي حد. وهوجو بيسأله إذا كان بيحاول يبقى أقوى ساحر وكمان يبقى ملك لون يتجاوز شخصه. وري بعد ما بيفكر لمدة دقيقة وبشغف بيجاوب وبيقوله إنه عايز يبقى أقوى منه. وهوجو بيضيف إنه متأكد إن ري هيكون ناجح مع ناس كفء. وبعد ما بيقبل العرض اوكاوا بيقول لري يتبعه، وبعد شوية بيوصلوا الغرفة مليانة بالسحرة النخبة وكلهم تحت قيادة هوجو رهبان العصا الأسطورية. وبيكون أول واحد بيتكلم كوراهاشي، وبيعبر عن خيبة أمله لأن ري لسه صغير، والباقيين بيذكروا انه نفس سن ري وده طبيعي لما يكون متحمس. واوكاوا بيقول لري يقعد عشان يشرح للجميع طلب هوجو، وبيوضح اوكاوا ان مهمتهم قهر زنزانتين، والزنزانات عالية المستوى بمستوى موصى بيه فوق 50 و60، ولتحقيق ده هيتقسموا فريقين عشان يهجموا على الزنزانتين في نفس الوقت. وبيقول اوكاوا ان اللي هيروح زنزانة مكواري هم نفسه ياشيرو وشيروي وأزوما، ومن الناحية التانية ري وفرقته هيروحوا زنزانة تاما ومعاهم كوراهاشي. وقتها كوراهاشي بينفجر لما بيسمع ده وبيسأل ليه اتحط مع ري وفرقته، ويوري بتزعقله وتسأله إذا هو مش مبسوط، وكوراهاشي بيقول لا طبعا. واوكاوا بيقول له ما تقلقش ري ماهر كفاية وكمان عنده 3 ألوان من المانا. وكوراهاشي بيختلف وبيقول ان تعدد الألوان مش معناه انه قوي كفاية لان اخو ري كي كان كده كمان. وري بيتفاجأ لما بيسمع اسم كي، وكوراهاشي بيكشف ان كي كان عضو في رهبان العصا الأسطورية، وبيضيف انهم ممكن يسموه ملك بنفسجي لكنه لسه مش زيهم. وري بيتذكر كلام يوري عن كي وده بيأكد له ان ده مجرد رأي الناس عنه. وكوراهاشي بيستمر في الكلام وبيقول ان تعدد الألوان مش معناه قوة، وكمان بيعتقد ان اوكاوا ساعد ري يقهر زنزانة إيكابوكورو، وبكده كوراهاشي بيعتبر ري ضعيف. لكن وقتها يا بعد كده بتشتعل وبتقول له انه غلط وري مش ضعيف، وبتقول له انه يقدر يحكم عليه بس لما يشوف قوته بعينه. وبفضل صرخة يا كوراهاشي بيستسلم وبيرضى ينضم لفرقة ري لقهر الزنزانة. وبما ان الكل موافق دلوقتي اوكاوا بيقول لهم هيمشوا بنفس الخطة، وبيقول له كوراهاشي انه هيشوف قوة ري بنفسه. وكوراهاشي لسه فاكر ان اوكاوا بيمدحه وبيقول له يوقف التأكيد. وبالتحضير للمهمة ري عارف انه ضروري يبين قوته، وفي نفس الوقت محتاج رفقاء لما يواجه كورونوس. ومع ان كلام كوراهاشي قاسي ومهين لكنه لسه محتاجه. وبعد شوية بيوصلوا زنزانة تاما، وفي وقت قليل جيش من الوحوش بيظهر، لكن ري بيحاول يقول للفريق انهم لازم يتعاونوا، وكوراهاشي بيتدخل ويقول لهم ان التعاون مرهق. ومن غير ما يستشير الباقيين كوراهاشي بيقفز ناحية الوحوش وبيضربهم بلكمة نار قوية، وضربة واحدة بتكسر الأرض وتعمل موجة صدمة ضخمة تكاد ترمياه في الهواء. وبضربة واحدة كوراهاشي بيقضي على الجيش كله، وبيزعق لري انه متأكد انه مش هيقدر يعمل اللي عمله. وزي قبل كده كوراهاشي بيقفز تاني وبيقول للفريق انه هيقهر الزنزانة لوحده، لكن ري بيبص للبنات وبيقول لهم انه مش ناوي يخسر قدام كوراهاشي، وبعدين بيجري وراه ويسيب البنات وراه. وري بيقضي على مجموعة وحوش في نفس الوقت، وكوراهاشي بيقول له انه حركته اتحسنت شويه، فري بيشكره وبيستمر. وهي بتشتكي ان الموضوع بقى فوضوي، ويوري بتقول لها انها لازم تبقى فخوره لان ري بيواكب كوراهاشي. ويوري بتقول ان مهاره كوراهاشي مميزه لانه بيقدر يستخدم المانا على مساحه واسعه بشكل متواصل، وده السبب اللي بيخليه خطر على مجموعه كبيره من الاعداء. ويوري بتقول ان كوراهاشي حاليا بيحمل لقب اكتر واحد قتل وحوش، ومع ذلك ري بيكون قادر يواكب الراجل ده. وبابتسامة يوري بتعلن ان ري ساحر مذهل. وبعد 10 دقايق بيوصلوا غرفة الزعيم وبيفاجئوا اياه، وبعمق ري بيحس بحاجة بتتغير جواه، وده بفضل المنافسة مع كوراهاشي. ولما بيدخلوا غرفة الزعيم الفريق بيتصدم لما بيشوف عين عملاقة بتبص عليهم من فوق، والفريق بيستعد يقاتل الزعيم. وبيلاحظوا حاجة غريبة، الزعيم بيبدأ يجذب كل الوحوش اللي قضوا عليهم،
والأعظم مفاجأة، الزعيم بيبتلع الوحوش الميتة عشان يتحول لشيء أخطر، وحش كيميرا اللي محدش شافه قبل كده. وبما إنه وحش مجهول، ري بيحاول يقول لكوراهاشي إنهم لازم يكونوا حذرين، لكن كوراهاشي بيتجاهل وبيندفع ناحية الزعيم وبيتكلم وبيقول إنه مش خايف. وكوراهاشي بيقفز وبيضرب الزعيم بلكمة نار بتخلي لهب كبير وراه، وكلهم بيراقبوا بصبر إذا كوراهاشي قدر يهزم الوحش ولا لأ. ومع مرور اللهب كوراهاشي بيكتشف إن الوحش لسه واقف وصد ضربته بدراعه، وقبل ما يعرف ذراع الوحش التانية بتمتد لعنقه. ولما الوحش قرب يمزقه، وقتها ري بيظهر وبيسحب كوراهاشي من الخطر بإيد المانا وبيسأله إذا هو كويس، لكنه واضح إنه مركز على إنه ما يخسرش قدام ري. ولحظة كده بيشوف الوحش بيجدد جسمه التالف، وده بيخليه أخطر بكتير. وكأن ده مش كفاية، الوحش بيرفع راسه وبيستعد يطلق شعاع أشبه بالليزر، وبيعرف ري من غير شك إن الوضع هيكون مميت، وبيصرخ على زملائه وبيقول لهم يهربوا بسرعة. وفجأة الليزر بيضرب وبيعمل ضربة مميتة، والفريق بيعرف إنهم كانوا هيموتوا لو ما هربوش. وحتى كوراهاشي بيبدأ يقلق، لكنه بيشعر بالراحة إن الوحش مش قادر يطلق الليزر ورا بعضه. وبما إن ده الوضع، يوري بتعتقد إن الوقت جه إنهم يشتغلوا على المهمة، وبتطلق رماح ثلجية على الوحش. لكن على غرابتها الوحش ما بيتأذيش خالص. وبعدين بتدرك إن قدرة كوراهاشي على إلحاق الضرر بالوحش بناره مش هزار أبدا. وري بيكتشف إنهم في مأزق، لأنه لو فضلوا مستنيين الوحش هيرمي ضربة تانية واللي ممكن تكون أسوأ من اللي قبلها. ري بيخطط إنه يهاجم جسم الوحش الرئيسي، لكنه بيعرف إنه هيستخدم ذراعيه عشان يمنعه تاني. وبعدين ري بيلاقي طريقة وبيقول ليا تعمل اندماج مانا على كوراهاشي، وبتتفاجئ يا من الكلام، لكن ري بيأكد لها إن ده اللي قاله. وبعدين يا بتفعل قوتها وبتغمر كوراهاشي بكثير من المانا لدرجة إنه بيضطر يصرخ. وري بعد كده بيقول لكوراهاشي يهاجم جسم الوحش الرئيسي طالما لسه فيه وقت. وكوراهاشي بيعمل زي ما اتقاله وبيقفز ناحية الوحش وبيعمل انفجار قوي على جسمه. وبالرغم من قوة النار اللي ري استخدمها على جسم الوحش، لكنه لسه واقف. وبالانزعاج ده الوحش بيبدأ يجهز ليزر تاني، والفريق بيبدأ يزعل، لكن ده بالظبط اللي ري عايزه. وبيجري متجاوز كوراهاشي وبيقول له انه فعلا فتح الطريق. وري بيقرب من الوحش قبل ما يطلق الليزر وبيعمل شعلة سودة قوية. ولما الوحش بيطلق الليزر، ري بيطلق الشعلة السوداء في نفس اللحظة، وبيرغم الليزر انه يرجع وبيرد الضرر للوحش تاني. وقوة ري الهائلة كفاية عشان يخلص الوحش، وبيسيب كوراهاشي مندهش وبيعرف ان حتى قدره ما كانش هيقدر يهزم الوحش، وكمان معجب بحسم ري في الموقف. واخيرا كوراهاشي بيضطر يعترف ان ري شخص حقيقي وقوي. وبعد كده الجمهور بيسمع عن فوز ري الاخير، والكل بيتفاجأ من الانجازات الكبيرة اللي ري بيعملها. وللأسف كي كان ماشي لما واحد بدأ يهزأ بيه، لان ري اصبح الافضل. ولما ري وفرقته رجعوا المبنى الرهبان، هوجو بيشكرهم على الشغل الكويس وبيسألوا اذا زنزانة تاما كانت اصعب من الزنزانة اللي فاتت. وري بيأكد وبيقول انهم واجهوا نوع جديد من الوحوش. واوكاوا بيسأل كوراهاشي عن رأيه في ري بعد ما شافه بيقاتل، وكوراهاشي بيرد على مضض ان ري مش وحش، وبيقول كمان انه عنده استراتيجية كويسة. واحد من الفريق بيأدب كوراهاشي لانه قلل من قوة ري، وحتى بعد ما شاف قوته هو لسه متردد يعترف انه معجب. وكوراهاشي بيزعق على البنت تقفل بقها، وده قبل ما يبص لري ويعتذر له عن الكلام الوحش اللي قاله في حقه. ومع ده كوراهاشي بيعترف ان ري قوي، وري بيبتسم لما بيسمع الكلام وبيقول له كوراهاشي انه مبسوط انه ساعده، وعلشان كده مش محتاج يعتذر له فعليا. وكوراهاشي بيحاول يخفي حماسه وبيغطيه بكلام، بس الكل شايف كذبته. وهوجو مبسوط ان كوراهاشي وافق على ري لانه مفيش حد هيقدر يشتكي منه تاني. وبعدين هوجو بيمد ايده وبيدي ري شارة الرهبان، اللي معناها انه بقى عضو رسمي في الفريق، وبيقول له انه حر يواصل الشغل مع فرقته، لكن بيحثه دايما يلاقي وقت ليهم. والاتنين بيصافحوا بعض تأكيدا على الاتفاق. وفي المقابل يا مذهولة لانها حتى لو كانت عارفة ان ري قوي، انها ما كانتش متخيلة يتعرف عليه واحد من اقوى السحرة. وكوراهاشي بيحاول يتصرف كالاخ الكبير ويقول لري انه هيحطه تحت جناحه، لكن يوري بتبوظ الموضوع وبتقول له انه هو اللي محتاج درس. وكوراهاشي بيزعق من الغضب عليها وبيقول ليوري تقفل بقها خالص. وعلى الجانب التاني هوجو كان مبسوط انه حط كوراهاشي في فريق ري لانه ساعدهم يتقربوا سوا. واوكاوا كمان عارف ان كوراهاشي كان هيكون ضد ضم ري لو ما شافش
اكتشفش قوته بنفسه الأول. وأوكاوا متأثر بذكاء هوجو في التفكير، ولما الكل يكون متفق على ضم راي، هوجو بيتكلم وبيقترح على راي حاجة، ولدهشة راي هوجو بيحثه ياخد لقب الملك الأسود. وفي الوقت نفسه كي وفرقته بيظهروا بيقاتلوا وحوش في زنزانة، وكي مش باين عليه طبيعي، وواحد من الفريق بيحثه يستخدم مهارة السرعة، وناسي إنه كي مش قادر يستخدمها تاني. وبعد شوية صراع الفريق بيقدر يخلص الوحوش، وأعضاء فرقة كي متوقعين إنهم هيرتاحوا، لكن كي بيصدمهم وبيقول إنهم لازم يروحوا أعمق. وأعضاء الفريق بيفكروه إنهم في الزنزانة 5 أيام متتالية وكان الأفضل يوقفوا شوية، لكن كي بيقول لواحد يخرس ويتبعه، والواحد ده بيبدأ يشك إذا كويس يتبعه كي أصلا، لكن الشخص التاني في الفريق بيؤدبه وبيقول لازم يدعموا كي لأنه محتاج دعمهم أكتر من أي وقت فات. وداخليا كي بيفكر ازاي يقهر الزنزانة بسرعة، وبيبان عليه الإحباط وقصة أخوه مش مساعداه. وبالفعل صحفي بيقرب من كي وبيسأله عن أخوه، وبيقوله إن هوجو اعترف براي، وده بيزود غضبه. وبسبب ده كي كان مصمم يوري فريقه السابق إنه الأقوى. وفي مكان تاني كورونوس مبسوط لأنه لقى الشخص المناسب يستخدمه كبيضك، وبكشف سريع العالم كله اتغير لما الزنزانات ظهرت، وبقى عصر السحرة الأقوياء بيحققوا مكانة اجتماعية، والسحرة بقوا نجوم كبار وبدأوا يوقعوا صفقات كبيرة. وكون السحرة نادرين، لكن السحرة ذلونين نادرين أكتر، وكي بقى واحد منهم، وده رفع مكانته فورا وبقى حديث المدينة. وكل اللي بعد نفسه عن كي بدأ يجري وراه، حتى الرهبان اللي كانوا فخورين سمحوا لكي ينضم ليهم كأصغر عضو، لكن الفريق اتصرف معاه بشكل فظ وترك المجموعة لأنه ما قدرش يثبت قدراته. والمفاجأة راي كان الوحيد اللي ما تعاملش معاه بشكل مختلف، وحتى لو راي ما عندوش موهبة كي كان شايفه دايما بيراقبه كأنه هيقدر يلحقه يوما ما. وكي كره ده لأنه كان مقتنع إنه مختار من العالم، وراي بيتصرف كأنه يقدر يلحقه. وبسبب ده كي قرر يوريه إنه على مستوى تاني، لكن الأمور باينة مختلفة بالفعل. ومع ذلك راي بيعتقد إنه لسه عنده فرصة. وكي بيتمشى في الشوارع لما كوريهاشي بيظهر فجأة وراه، وبيقول له آخر مرة شافوا بعض فيها لما اتطرد من الفريق. وكي بيغضب لما بيسمع وبيحاول يصحح الفكرة، وبيقول إن هو اللي استقال وما اتطردش، وبيعتقد إن هوجو كان غيران من موهبته عشان كده عنده مشكلة في ده. وكي بيبدأ يسب راي بأقذر الشتايم، لكن كوريهاشي بيقطعه وبيقول له يقفل بقه. كوريهاشي بيغير نظرته وبيبقى جدي وبيكلمه بطريقة تانية خالص، وبيقول له إن هو حر يفكر اللي يحبه، لكن يتأكد إن قدرة راي حقيقية. وبيضيف إن راي محافظ على هدوءه رغم إنه سحر ذلونين مختلفين، وده بيخليه مختلف عن كي تماما. وكي بيشتعل غضب وبيقول لكوريهاشي يقفل بقه لأنه الملك البنفسجي أعلى لقب يقدر الساحر يحصل عليه، وبيحاول يوقف كوريهاشي عن إنه يقارنه براي، لكن كوريهاشي بيبتسم وبيقول له إنه مش عارف حاجة، وبيقول له إن راي دلوقتي حصل على توصية إنه يبقى ملك. كوريهاشي بيقارنه براي وبيقول له إن راي دلوقتي حصل على توصية إنه يبقى ملك، ودي جاية من هوجو شخصيا. ولما كي بيسمع ده بيكاد يغمى عليه من الصدمة، لأنه فاهم إن راي قرب يبقى زيه. وكوريهاشي بيقول له إن راي لسه ما ادهمش إجابته، وكمان بيقول له إن أخوه مش بيجري ورا الألقاب زي كي. وكوريهاشي بيقول له إن راي لسه ما ادهمش إجابته، وكمان بيقول له إن أخوه مش بيجري ورا الألقاب زيه. وكوريهاشي بيختم الكلام وبيقول لكي إن راي دلوقتي فوقه، عشان كده هو الأنسب يكون ملك. وكي بيقع في فزع لأنه مش قادر يعترف إن راي هيعديه، وبسبب ده كي بيضغط على نفسه في الزنزانات. وبعد معارك طويلة في الزنزانة رفقائه بينصحوه يقاتل الزعيم بكرة، لكن كي بيخليهم يسكتوا وبيقول إنه الأقوى. وكي بيدفع باب غرفة الزعيم بهدف إنه يوري رفقائه إنه قوي. والمفاجأة اللي بيقابله جوه الزنزانة هو سلايم مستوى 20، وده بيخيب أمل كي. ورفقائه بيخافوا لأنهم عمرهم ما شافوا الوحش ده قبل كده، وفي سعيه إنه يوريهم قوته كي بيقرر يقتل الوحش فورا، وبيزرع هالة وبيضرب السلايم بسحر قوي، وبيبان إنه قتله. ورفقائه بيمدحوه بيقولوا إنه عملها فعلا، لكن قبل ما يخلصوا كلامهم رؤوسهم كلهم بتتقطع زي دبابيس البولينج. وكي بيستدير بجنون وبيشوف رفقائه الميتين، وقبل ما يعرف السلايم كبر وغلبه. وكي بيحاول يقاوم، لكن السلايم أقوى منه وبيدخل جوه جسمه بسرعة،
وفي الآخر بيمتزج معاه. وفي الوقت نفسه كرونوس بيكون مبسوط في سجنه لأنه أخيرا لقى بياض جديدة. وبعد شوية كي بيقوم تاني وهو شكله مختلف وبيضحك بشكل شرير وبيقول إنه حاسس بحالة ممتازة. وعلى الجانب الآخر جزء من الختم اللي ماسك كرونوس بيتكسر. وفي مكان تاني في مركز تدريب الرهبان ري والفريق بيتمرنوا، وبعد شوية ري بياخد قسط من الراحة وهي بتجري تديله فوطة تمسح وشه وبتقوله الكوراهاشي إنها اتعلمت كتير وهي بتتفرج عليه بيتدرب. وكوراهاشي بيحاول يخفي وشه الأحمر لكن واضح جدا إنه محمر. وكوراهاشي بيقول إنه قابل كي قبل كده النهاردة وبيكشف كل الكلام اللي اتكلموا فيه وبيضحك على اعتقاد كي إنه لسه أقوى منه. ويوري بتلاقي طريقة تزعله تاني وبتقوله إنه راح ورا كي لأنه بيستحقر حد هو وافق عليه بنفسه. وكوراهاشي بيكاد يغمى عليه من الصدمة لأن يوري مش بتكذب. وري مش مركز عليهم لأنه بيفكر في آخر مرة شاف فيها كي واللي كان بعد المبارزة، وبيبدأ يتساءل امتى هو وكي ابتعدوا عن بعض كده، وبيخاف انها تنتهي زي حياته السابقة، وبيخاف ان الأمور تنتهي زي حياته السابقة. وبيقرر في نفسه انه لازم يحل كل حاجة زي أخوه، وبيقرر في نفسه انه لازم يحل كل حاجة زي الإخوة. وفجأة عضو تاني من الفريق بيجري وبيقول لهم في حالة طارئة، وبيبان ان زنزانة شينجوكو انهارت تماما وفي كتير وحوش طالعين منها. والفريق بيجري فورا للمكان وبيعبروا عن صدمتهم لأن الوحوش طالعة من الزنزانة. وري كمان بيتفاجأ لأن زنزانة شينجوكو مش المفروض تحصل دلوقتي، لكن الأمور اتغيرت بشكل غريب. وأوكاوا بيقول للفريق إن ما عندهمش وقت للتفكير لأن الملك الأزرق بعيد في مهمة، وبيقول لهم إن الموضوع عليهم يديروه. وبيقول للفريق يركزوا على إخلاء المدنيين أولا، والفريق بيأكد تعليمات أوكاوا وبيبدأ يتحرك وبينقذ المدنيين القريبين ويقتل الوحوش. وبما ان كوراهاشي مشغول يجري ويهاجم، اوكاوا بيعمل حاجز للمدنيين عشان يهربوا. وري بيتأثر ان الفريق بيقوموا بواجبهم كلهم بدون توتر، وده المتوقع من الفريق الخاص. وري بيتذكر في حياته السابقة كان في خسائر كتير اثناء انهيار الزنزانة دي، لكنه متأكد انهم هيقدروا يديروا الوضع دلوقتي. وفجأة وحش عملاق بيظهر واللي باين انه الزعيم، وكوراهاشي متحمس يقاتل الوحش لانه شايفه مجرد هدف كبير. وكوراهاشي كان لسه بيجهز لما ري بيقذف الوحش بضربة واحدة بيكسروا الحتت صغيرة، وكان ري على وشك انه يحتفل لكن بيسمع ضحكة شريرة وراه وبيعرف الصوت على طول. ولما بيلتفت بيشوف كي بجناحين بيطير في السماء، والأسوأ كي باين عليه شرير جدا وبيبص لري وبيقول له انه لقاه اخيرا. وري بيتفرج بدهشة وخوف، بيسأل كي ليه شكله كده، وكي بيضحك على ري وبيسأله اذا بيتكلم عن شكله ولا عن نيته يحطمه. بصراحة كي يستخدم كلمة الجمع وهو بيقول الكلام ده، وده بيشير لان في حاجة تانية جواه. فجأة ري حاسس بكي وراه لكنه ادى رد فعل في اللحظة الأخيرة عشان يتجنب ان يتقطع رقبته. كي بدأ يسخر من ري وبيقول له ممكن تكون نجحت في تفادي الضربة، لكنه مستغرب هتوصل لفين. كي كمل يهاجم ري وحطه في موقف دفاعي. ري اتجرح في وشه في وقت ما لكنه حاسس ان اخوه مش طبيعي وبيتصرف كوحش. ري فضل يتجنب ضربات كي، وفي لحظة كي وقف عن الهجوم وقال لري انه شايف التعبير على وشه واللي واضح انه في حالة انكار. كي قال لري كل اللي بيحصل ده غلطتك. كي ادعى انه اكتسب شكله الوحشي عشان يكون عنده قوة تقدر تقتل ري. ري اتصدم لما سمع الكلام ده لان كلمة قتل منه كانت خطيرة جدا. ري وقف متجمد وكي اندفع ناحيته عشان يخلص عليه. لحسن الحظ كوراهاشي ظهر في الوقت المناسب وركل كي في وشه وخلاه يطير بعيد. كوراهاشي لسه فاكر ان كي طبيعي وبدأ يوبخه عشان خرج عن السيطرة في موقف طارئ. كي صرخ في كوراهاشي يوقف عن اللعب، وكوراهاشي صرخ فيه وقال له ري اللي بتحاول تقتله ده اخوك. كي بكل ثقة قال لهم انه مش فارق معاه الأخوة لانه عايز يوري ري قد ايه قوته مجنونة. كي بعد كده قفز في الهواء وبدأ يطلق هجمات متتالية حتى على المدنيين في المنطقة، بس الحمد لله حاجز أوكاوا موجود لحماية المدنيين، وبما انه بيحمي المدنيين مش قادر يساعد ري وكوراهاشي. ري صرخ في اخوه قال له انه عارف انه عنيف بس ما كانش متوقع انه يوصل لدرجة كده. كي سخر من سذاجته وقال له انه هيسحقه. كي بعد كده رمى مجموعة هجمات سحرية على الفريق وبقى يتكلم بفخر عن قوته. وري قال للفريق انهم محتاجين يوقفوا كي بسرعة. كوراهاشي اخد الكلام على محمل الجد وتغير تعبيره، واضح انه شايف انه مضيعة وقت الكلام مع كي. كوراهاشي اندفع ناحية كي عشان يفجره وفعلا نجح في ضربه وترك سحابة من النار، لكن لما النار اختفت كوراهاشي اكتشف ان كي قدر يمنع الهجوم. ولما كوراهاشي فهم ان كي خرج عن السيطرة تماما، كي حط ايده في صدره. ري صرخ باسم كوراهاشي وكي رماه على الارض ومردش.
ري فضل يصيح باسم كوراهاشي من غير ما يعمل أي حاجة، وكي كان على وشك يخلص على كوراهاشي تماما. أوكاوا دخل المعركة، صد هجوم كي بحاجزه وحمى كوراهاشي كمان. أوكاوا عبر عن خيبة أمله من سكوت كي للدرجة دي، وقال له إنه لازم يواجه غضبه. من غير تردد أوكاوا أطلق سحر الحاجز المربع عشان يقدر يحتجز كي جواه. يوري حاول يقول له ما تستعملش السحر ده ضد إنسان لأنه هيكون عبء كبير على الساحر. أوكاوا قال لها إنه عارف لكنه مش قادر يسامح كي لأنه أذى أصحابه. أوكاوا كمل احتجاز كي لكنه اكتشف إن السحر مأثر عليه جامد. في أقل من دقيقة إيده بدأت تنزف. أوكاوا فهم إن الموضوع أصعب من المتوقع لكنه مصر يقفل كي بأي طريقة. فجأة كي أطلق كمية ضخمة من الطاقة من جسمه وكسر حاجز أوكاوا وسخر منهم وقال لهم إنه مش ناوي يخلي الأمور تمشي زي ما هم عايزين. كي بعد كده قال إن جسمه مش في حالة مثالية. يوري اتصدمت لأن أوكاوا ما قدرش، لكن كي لسه قادر يتحرك كأنه مفيش حاجة. كي بعد كده استدار وقال إنه هيمشي لكنه بلغ ري إن المرة الجاية اللي هيقابله فيها هيموته. ودي كانت آخر كلماته وهو بيطير بعيد وسايب ري في حيرة من كل اختيارات حياته. في اليوم اللي بعده الأخبار انتشرت في كل البلد عن الهجوم. رغم إن السحرة كانوا موجودين لمساعدة الناس، المدنيين ما قدروش ما يلاحظوش قد إيه الموضوع كان فوضوي. المدنيين في مناطق تانية كانوا كمان قلقانين من ظهور الوحوش في أي مكان، وبعضهم فكروا إن الهروب لأماكن فيها دونجونز أقل ممكن يساعدهم. بدون شك أوكاوا شاف إن المجتمع بدأ يدخل في حالة ذعر، لكن المشكلة الكبرى كانت سكوت كي للجانب المظلم. أوكاوا بدأ يفكر يعمل إيه قبل ما الأمور تخرج عن السيطرة. في الوقت ده ياو يوري وري كانوا بيراقبوا كوراهاشي في المستشفى، وري كان حزين لأنه بيلوم نفسه على اللي حصل، غضبان لأنه ما قدرش يوقف كي أو حتى يقلل منه، واللي خلى كوراهاشي ينجرح. يوري قالت لري إنهم محتاجين يمشوا لأن هوجو بيناديهم. بعد شوية وصلوا لقصر هوجو، وهوجو قال لهم إنهم ممكن يكونوا قللوا الوحوش بس مش مسموح لكي إنه يفضل طليق. الفريق سأل هوجو المفروض يعملوا إيه طيب، وهوجو كشف لهم إنه اتكلم مع ملوك الألوان الرئيسيين التانيين. يا اتحيرت لما سمعت الكلام، ويوري فسرت لها إنهم اللي عندهم السلطة ياخدوا القرارات في الحالات الطارئة. ويوري داخليا قلقانة لأن الوضع مهدد الملوك التانيين. هوجو بعد كده قال إن خطتهم ممكن تبان قاسية، لكن اتفقوا جميعا على إخضاع كي. ري اتصدم لأن المصطلح ده بيستخدم للوحوش. أوكاوا تدخل وقال إن المصطلح صحيح لأن كي ارتكب أفعال عنيفة كتير. هم اتفقوا ببرود عشان يمنعوا مزيد من الضحايا. عرفوا مكان كي، وهوجو قال لهم انه هيشارك شخصيا في الهجوم. ري بدأ يتصبب عرق، سأل يا ترى هل في طريقة غير إخضاع كي، لكن هوجو قال لا، وذكر ري ان مربع أوكاوا كان عاجز عن كي وما قدرش يقعد ساكت. هوجو أكد له إن القرار اتاخد وكي هيتم إخضاعه اليوم اللي بعده. رغم إن ري عارف إن كي خطر، هو مؤمن إن في فرصة يرجعه. ري سأل هوجو إذا ممكن يديه فرصة صغيرة. طيب هوجو قال له إن الإخضاع هيبدأ بكرة بعد الظهر، لكنه ساب له الحرية يعمل أي حاجة قبلها. ري اطمن شوية وشكر هوجو على الفرصة. بشكل مفاجئ ياو ويوري قالوا إنهم هينضموا لري لأنهم كانوا في فريقه قبل ما ينضموا للفريق ده. هوجو تنهد بس ما قدرش يمنعهم، قال لهم إنهم حرين يمشوا، بس ذكرهم إن آخر موعد بعد الظهر اليوم التالي ومفيش تمديد. ري بص للسما ووعد نفسه إنه هيجيب أخوه ويرجعه زي مكان تاني. بعد كده ري وفريقه اتجهوا لجزيرة قريبة من جنوب طوكيو بالظبط، حيث كي مستخبي. بعد شوية قابله أوكاوا، وري فهم إن أوكاوا موجود عشان يراقبه. أوكاوا أكد وقال إنه بينفذ أوامر هوجو، وقال إن شغله يراقب الجزيرة ويشارك في إخضاع كي مع المراسيل التانيين، عشان كده مش هيشارك في أي حاجة ري هيتصرف فيها، لكنه سلم له مهارة الحاجز. ري ابتسم وفهم إن هوجو قصده إنه يوصلهم الجزيرة في الوقت المناسب. ري شكر أوكاوا وأكد له إنه هيرجع كي. قبل ما يمشي أوكاوا قال لري إنه مش متأكد إن كي هيسمع كلامه، وعمل حاجة واحدة كمان لري. في الوقت ده الحالة العقلية لكي مستمرة في الانهيار، وبقى يكره إن الناس مش فاهماه. أفكار كرونوس دخلت في دماغه وقال له يدمر كل حاجة وما يقلقش. كرونوس لاحظ إن كي لسه بيقاوم وقرر يتدخل أكتر. بعد كده أطلق قوة كبيرة في جسد كي، وده أدى لشعاع ضوء ضخم في السماء، والفريق شافوا الضوء الجامد من مكانهم وعرفوا إن في حاجة كبيرة بتحصل. كي مليان طاقة مظلمة وأعلن إن القوة ساحقة. كرونوس قال له إنه حر يحكم العالم زي ما يحب، وحثه إنه يدمر كل حاجة ويقتل السحرة عشان يبقى ملك الشياطين. بعد شوية ري والفتيات واجهوا كي اللي بدأ يضحك عليهم. كشف عن خيبة أمله إن ري ما جاش مع الملك الأزرق. ري قال لكي إن هوجو وثق فيه عشان يرجعه. الكلام ده زعل كي وقال لري إنه هيدمره هو وفريقه. كي أطلق انفجار قوة من جسمه، وري واجه صعوبة في صد الهجوم.
ري شاف فرق كبير في قوة كي من النهاردة. كي قفز في الهواء وأعلن الحرب على البشر، وقال لري إنه هيبدأ بيه. ري قال له إنه لسه نفس الشخص الأناني وإنه القوة هي العدالة. ري قال له إنه لسه نفس الشخص الأناني وإنه هيواجهه. ري قال لكي إنه أخوه وده واجبه يوقفه. كي ضحك لما سمع ري بيقول واجبه. كي قال لري إنه مش هيفهمه، لكن القوة هي العدالة، وقال إن كل الناس غيرت معاملتها معاه بعد ما حصل على قوته، عشان كده هو مستعد يوضح كل حاجة لري. بيبدأ كي يطبخ انفجار سحري ضخم جدا، وبيتبين لري إنه مش هيقدر يستخدم مهاراته العادية عشان يمنع ده، لأنه أقوى بكتير من امبارح. بيلتفت ري نحو الانفجار السحري وبيواجهه بنار الهاوية عشان يبطل أثره بشكل صحيح. بيفهم كي إن التعويذة دي هي نفس اللي ري استخدمها في المبارزة بينهم، وده بيخليه زعلان أكتر وبيقول لري إنه هيسحقه. بيقفز ري نحوه وبيقول له إنه مش هيسمح له. بيفتكر ري إن الاقتراب هيديله الأفضلية، لكنه بيكاد يخسر راسه من مخالبه العملاقة. وبالصدفة حاجز أوكاوا بيشتغل ويحمي ري من الموت في بداية القتال. بيستغل ري ده عشان يضرب كي ضربة قوية وبيرسله بعيد. بيبقوا البنات بيتفرجوا بصبر وبيحاولوا يشوفوا إذا ري قدر يهزم كي، لكن بيتلاحظ إن ري خلال المواجهة القريبة إنه مش قادر يسرق قوة كي، وبيسأل نفسه إذا تحوله ليه علاقة بده، وبالأمل بيظن إن الضربة اللي عملها ممكن يكون ليها تأثير. بيتوضح الغبار وبيشوف ري كي وهو واقف بعيد وكرة طاقة في صدره. بيبقى كي ساكت وبيحاول يفهم ليه كل الفريق اختار يتبع ري، وحتى وثقوا فيه وادوا قوتهم. وبيمسك راسه من الإحباط وبيتساءل ليه ري بيحاول يوقفه. بيحاول كي إنه ما يخسرش قدام عواطفه، وبيطلق موجة قوة من جسمه مرة تانية. بيصدم ري وبيعرف إن كي مش شغال فوق القوة دلوقتي، فده صادم إنه قادر يستخدم كل المهارات دي. ما بيضيعش كي وقته وبيعمل مجموعة انفجارات مباشرة نحو ري، بيبقى جاهز يفجره. بيشوف ري الانفجارات السحرية بتنزل عليه، ومن غير ما يتحرك بيترك موجة صدمة ضخمة. بيحتفل كي لما بيشوف ده وبيعتقد انه فاز، وبيبدأ يسخر ويقول لري انه غبي جدا لو فاكر انه عايز يعلمه كأخ اكبر لما هو ولا حاجة قد قوته. وفجأة بيظهر صوت ري من موقع الانفجار وبيقول لكي انه رغم النصر الا انه حزين جدا. بيتصدم كي لما بيعرف ان ري قدر ينجو من هجومه، وده بفضل قوة كوراهاشي وجسمه مغطى بالنيران. بيقول ري لكي انه مش هيسمح له يسقط في الجانب المظلم لانه هيرجعه. كي من ناحية تانية متفاجئ ان ري قدر يمنع هجوم الرمح الشيطاني بتاعه بقوة كوراهاشي الشاملة. قبل ما يوصلوا للجزيرة ري كان زار كوراهاشي في المستشفى، وكوراهاشي قال لري ياخد قوته لانه واضح انه مش قادر يقاتل في حالته الحالية. دلوقتي بعد ما ايقظ قوة كوراهاشي بيقول لري انه جه الوقت يشتغلوا بجد. بيبعت لكي لكمة قوية وبيدفعه لورا، ولما بيظن انه آمن بيكمل ري بمهارة يوري ضغط وحصر. بيزعل كي لما بيشوف ده تاني، بس ري ما بيقفش هنا، بيكمل يضرب ضرب ورا ضرب وبيرسل كي لورا. حتى كي مش مصدق انه بياخد كل الضرر ده من كرة نار واحدة. بعد شوية ري بيقرر يريح شوية من الضرب المتواصل، وده لما بيفهم ان كي لسه نشيط. بيبدأ كي يضحك بجنون وبيتكلم عن انه فاكر اخيرا ليه مش قادر يستخدم مهارة فوق القوة. بيكتشف اخيرا ان ري قادر يستخدم مهارات كتير لان عنده القدرة يسرق قوة الاخرين. بيقول كي لري انه بالاساس بيوافق على التضحية بالاخرين لانه مش فارق معاه يسرق قوتهم. بيختلف ري معاه وبيقول له انه غلط، لكن كي بيقرر يقول لري حاجة هو مش عارفها. بيقول كي ان 2 من رفقائه ماتوا، وكل ده بسبب ان ري سرق فوق قوته بعد ما فقد المهارة. فريقه مفضلش زي الأول، وكل ده بسبب سرقة ري لقدرات الآخرين. بيقول كي لري إنه بالأساس موافق على التضحية بالآخرين طالما ده هيخليه أقوى. بيحاول ري إنه يناقش لكنه مش قادر يلاقي نقطة ضد كلام كي. بيبدأ ري يدرك إنه عمره ما فكر إن سرقة قوة كي هتأدي لموت رفاقه. بيقرر ري إنه لازم يغير طريقة استخدام القوة في المستقبل، وإلا كرونوس هياخد فرصة يدمر البشرية. بيبقى ري ساكت وبيفكر في كل ده، وكي بيحس بده وبيستغل كي الفرصة وبيهجم عليه وبيضربه وبيقول له خلاص فات الأوان على الندم. بيكمل كي يدي ضربات لري، بس ري مش بيحاول يرد. بيتكلم كي عن إنه هو وري نفس الشيء لأنهم دايما بيفكروا في مصلحة بعض. ري لسه ما بيردش ولا بيحارب لحد ما كي بيخترق صدره بإيده. بيتصدم كي لما بيشوف ري واقف ساكت ومش بيرد. بيلم ري إيد أخوه وبيعتذر عن سرقة فوق القوة منه، وبعدين بيعيد ري المهارة ليه وبيقول له كي ممكن يكون سرق قوته، بس في نفس الوقت
جوهر القوة هو حماية الآخرين. موجة طاقة ضخمة من جسم راي بتدفع كي لورا، وراي بيقول له كي إنه محتاج القوة، لكن اللي بيعمله غلط تماما. وبشكل مفاجئ جسم راي بيبدأ يلمع بفضل القوة اللي استلمها من رفاقه. بيقول له كي إن كل الناس وثقوا في قوته، وبيوريه ده بالظبط إزاي ناوي يوحد القوة. بيبدأ راي يتحكم في القوة وبيخرج سيف بهالة رهيبة. بيشوف كي بدهشة وخوف الجو حوالين جسم راي بيتغير، وبيشير راي بالسيف لكي وبيقول له جه الوقت إنه ينهي كل حاجة. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. أشوفكم على خير في الجزء الجاي من الحكاية. سلام.